السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بك. إن شاء الله في الفيديو ده هنحل تمارين 2 من كتاب المعاصر على الاشتقاق الضمني والاشتقاق البرمي. نبدأ على بركة الله. نبدأ على طول بأول سؤال. بيقول لي اختار الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة. بيقول لي إذا كان د س بتساوي الكلام ده حيث أ وب ثوابت فإن د شرطة بتساوي كام؟ بص يلا ركز معايا وابدأ حل كده. هتلاحظ بقى قال لك ان الالف وب دي ثوابت، فركز بقى ما ينفعش تقول لما اشتق ده اقول 6 في 2 ب 12 يبقى الف اس 5، لا طبعا. ليه؟ لان ده كله ثوابت، فاشتقاق الكلام ده كله هيطلع بصفر بس وشكرا. المسألة اللي بعد كده بيقول لي اذا كان ق س بتساوي مقياس س فان ق شرطة سالب 5 بتساوي كام؟ فاكر بقى دالة المقياس دي لما نيجي نشتغل عليها المفروض نعمل لها اعادة تعريف. اعادة تعريف يعني ايه؟ يعني مرة هتخرج اللي جوه المقياس ده بنفس إشارته، والكلام ده لما يبقى اللي جوه المقياس موجب أو غير سالب يعني ما أكبر منها ويساوي صفر. ومرة هتخرج اللي جوه المقياس ده بعكس إشارته لما يبقى سالب، يعني هناخد ده سالب س لما السين تبقى أقل من صفر. وهنجيب بقى المشتقة الأولى عند السين. المشتقة الأولى خلي بالك في حاجة أعملها هنا. هشتق السين تبقى بواحد، وهشتق السين تبقى بسالب واحد. خلي بالك هنا هنكتب س اكبر من صفر وس اقل من صفر. هتقول لي انت ليه ما حطيتش يساوي؟ بص انت لو رجعت بقى لسنه تانية هتلاحظ ان المشتقه اليمنى اللي هي على يمين الصفر واحد، والمشتقه اليسرى اللي هي على شمال الصفر تبقى بسالب واحد. هنا المشتقه اليمنى لا تساوي المشتقه اليسرى، يبقى الداله غير قابله للاشتقاق عند الصفر. خلاص المهم بقى احنا عايزين بقى نجيب المشتقه ق شرطه عند مين؟ عند السالب 5. فالمفروض نعوض عن س بسالب 5. لما اعوض بقى عن س بسالب 5 هاخد القاعده دي ولا دي؟ والله السالب 5 موجوده في الفتره دي ولا في الفتره دي؟ قول انت كده. س اقل من سالب 5 يبقى في الفتره دي، يبقى ق شرط عند السالب 5 هتساوي سالب واحد. يبقى الاجابه الصحيحه رقم د. السؤال اللي بعد كده بيقول لي إذا كانت ص بتساوي جذر ر س، كان ر شرطة بتساوي ر شرطة عند الاتنين بأربعة ور عند الاتنين بتسعة، فعايزين نجيب اشتقاق الصاد بالنسبة للسين عند س بتساوي 2. إيه المعطيات؟ بيقول لك ص بتساوي جذر ر س، وعندك كمان في المعطيات ر شرطة عند الاتنين بأربعة ور عند الاتنين بتسعة. طيب أمال إيه المطلوب؟ عايزين نجيب المشتق اشتقاق الصاد بالنسبة للسين عند س بتساوي 2. فهتعمل إيه يا بطل بقى؟ تمام، هنشتق الكلام ده، ناخد الكلام ده نشتق. يبقى نقول اشتقاق الصاد بالنسبة للسين هيساوي، نعمل جذر ونكتب في المقام 2 الجذر جذر ر س في اشتقاق ما تحت الجذر اللي هو ر شرطة س. هو عايز بقى عند س بتساوي 2 اشتقاق الصاد بالنسبة للس هنجيبه ازاي؟ هتعوض لي بقى عن س ب2. يبقى نشيل الس نحط مكانها 2، يبقى ر شرطة 2 على 2 جذر ر 2. طب وبعدين؟ طب ر شرطة 2 دي بكام؟ هحطها لك في المعطيات اهو، ر شرطة 2 ب4. طب ور 2 هحطها لك في المعطيات ب9. حط هنا 9 جذر التسعة 3، 3 في 2 ب6. هتختصر الكلام ده يبقى 2 على 3. يبقى الإجابة الصحيحة رقم د. السؤال اللي بعد كده بيقول لي إذا كانت د الخمسة س بتساوي الكلام ده فإن د الشرط عند الاتنين بتساوي كام؟ احنا قلنا ازاي نشتق الكلام ده. لما تيجي تشتق الطرف الأيمن ده تشتقه ازاي؟ تمام، نقول له ده الشرطة 5 س في اشتقاق اللي جوه القوس ده، اشتقاق الخمسة س تبقى بخمسة هيساوي، هنشتق الطرف الأيسر يبقى 2 س زائد 1. طيب هنعوض بقى، احنا عايزين نجيب ده الشرط عند الاتنين. اركز، عايزين نجيب ده الشرط عند الاتنين. ما تقوليش بقى عوض عن السين باتنين. ليه يا مستر ما نعوضش ليه عن السين باتنين؟ اصل انت لو حطيت مكان السين باتنين يبقى 2 في 5 ب10، فاحنا كده هنجيب ده ال10 عن ده الشرط 10 كده. خلاص. يبقى احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ هنحاول نشوف نعوض عن السين بكام عشان ده يبقى باتنين. لو ما عرفتش خد ده اللي هو 5 س ده وروح سويه بالاتنين. بس هنا هتطلع بكام؟ تطلع ب2 على 5. ده معناه ان عشان تجيب ده الشرط عند الاتنين لازم تعوضنا عن السين دي ب2 على 5. يبقى 5 في د شرطة 5 وعوض عن السين دي ب2 على 5. يبقى كمان عوض عن السين دي ب2 على 5 زائد 1. طبعا الخمسة دي تروح مع دي، يبقى 5 ده الشرط عند الاتنين
هتساوي 2 في 2 بأربعة على 5 زائد واحد. الكلام ده لو جمعت 4 على 5 وواحد يبقى 9 على 5. نقسم على 5 أو نضرب في 1 على 5 هنا، ونضرب في 1 على 5 هنا، يبقى ده الشرط عند الاتنين هتساوي 9 على 25. يبقى الإجابة الصحيحة رقم د. نروح للمسألة اللي بعد كده. يقول لي إذا كان د س بتساوي 3 س زائد ر س. طيب ماشي زي بعض. وريه شرط عند الاتنين بسالب 5. عايزين نجيب ميل المماس. بص ركز، ميل المماس لمين؟ لمنحنى الدالة د. لازم تركز هنا عشان انت عندك في دالتين اهو، في دالة اسمها د س وفي دالة اسمها ر س. فممكن اهي اقول لك هات ميل المماس لمنحنى الدالة ر، ماشي زي بعض. ممكن اقول لك هات ميل المماس لمنحنى الدالة د، يمشي برضه. هو هنا عايز ميل المماس للمنحنى الدالة د. هو يعني ايه ميل المماس لمنحنى الدالة د؟ تمام، يعني المشتقة الأولى للدالة د. فاحنا هنجيب د شرطة س بيساوي، يلا اشتق الكلام ده يبقى 3 زائد، وهتشتق ده يبقى ر شرطة س. هو عايز بقى بص ميل المماس لمنحنى الدالة د عند س بتساوي 2. يبقى نعوض عن الس ب2، يبقى د شرط عند الاتنين هتساوي 3 زائد ر شرط عند الاتنين. يبقى الكلام ده هيساوي 3 ور شرط عند الاتنين بسالب 5، يبقى نحط له هنا سالب 5. يبقى الكلام ده يبقى 3 سالب 5، يبقى الناتج كله بسالب 2. مين السالب 2 دي؟ ده ميل المماس لمنحنى الدالة ده لما س تبقى ب2. يبقى الإجابة الصحيحة رقم أ. واوعى تنام من ده، احنا لسه بنسخن، احنا لسه في أول الفيلم، وفوق وصحصح كده وركز. ادخل بقى على المسألة الجميلة دي. حل انت كده. س ص بيساوي 1، فاشتقاق الصاد بالنسبة للسين يساوي كل مما يأتي مع. تعالى نشتق الكلام ده. والله انت ممكن تشتق الكلام ده بطريقتين، يعني مثلا ممكن تقول لي ده حاصل ضرب دالتين، مش كده ولا ايه؟ فاقول له اشتقاق الداله الاولى اشتقاق السين بواحد في الداله الثانيه اللي هي صاد زائد، خلي بالك انت هتشتق بالنسبه للسين، هنشتق بقى نسيب السين نروح نشتق الصاد بالنسبه للسين تبقى ايه؟ تبقى اشتقاق الصاد بالنسبه للسين، واشتقاق الواحد ده بصفر. يبقى اشتقاق الصاد بالنسبه للسين هيساوي، ودي دي بإشارة مخالفة يبقى سالب ص على س. يبقى اشتقاق الصاد بالنسبة للسين يبقى بسالب ص على س. طيب يبقى الإجابة دي صح. يقول لك في 3 هنا صح، نختار الغلط بقى. الله، طب هنعرفهم ازاي؟ بص انت ممكن تاخد السين دي الصاد دي وتعوض عنها بواحد على س. مش انت عندك س اهو، س ص بتساوي 1، فلو قسمنا هنا على س يبقى ص تساوي 1 على س. فممكن اشيل الصاد دي واحط مكانها 1 على س، والعالة دي نخليها في العالة دي اخليها فيه واقلب الكسر ده كأنه س على 1 يبقى 1 على س. يبقى الكلام ده يساوي سالب 1 على س تربيع. يبقى كمان دي تنفع مشتق ودي تنفع مشتق. تمام. طيب طب يا ترى س أس سالب 2 تنفع مشتقة ولا احنا لو طلعنا دي فوق هيبقى سالب س أس سالب 2؟ يبقى دي كمان صح. يعني اشتقاق الصاد بالنسبة للسين لا دي مش صح يا باشا، لأن هنا في سالب وهنا مفيش سالب، يبقى واضح إن دي هي اللي غلط. يبقى الإجابة اللي احنا عايزينها اللي هي رقم أ. طب ما تيجي نطمن على دي. هل المشتقة الأولى هنا ينفع تبقى بسالب ص؟ برضه هتيجي تعمل إيه؟ تيجي تاخد الاشتقاق ده أهو. اشتقاق الصاد بالنسبة للسين هيساوي سالب ص. تعالى المرة دي بقى نعوض عن السين بقى، هي الصاد هتساوي 1 على س، السين هتساوي 1 على ص. نفس الكلام هتقسم هنا على ص وهنا على ص، فتروح دي مع دي يبقى س تساوي 1 على ص. يبقى الكلام ده يساوي سالب ص، والعالة دي نخليها فيه ونقلب الكسر ده يبقى ص على 1. يبقى الكلام ده بسالب ص تربيع. يبقى المشتقة الأولى ينفع تساوي سالب س أس سالب 2، وينفع بتساوي سالب ص على س، وينفع بتساوي ايه كمان؟ بتساوي سالب 1 على س تربيع. لكن مش هينفع تساوي س أس سالب 2، فرقت معانا هنا في إشارة. خلاص، يبقى الإجابة اللي هو عايزها رقم أ. نروح لرقم 8 بقى. بيقول إذا كان س على ص زي س على ن، المهم الكلام ده عايزين نجيب اشتقاق الصاد بالنسبة للس. هتعمل ايه؟ والله قدامك حلين، ممكن تشتق على الوضع ده، ممكن نشتق على الوضع ده. نشتق ده ازاي بقى؟ ما ده عبارة عن ايه؟ ايوه برافو عليك، الكسر ده خارج اسم الدالتين، فهنقول له مشتقة البسط
احنا خلي بالك بنشتق بالنسبة لسين، ليه؟ عشان احنا عايزين نجيب اشتقاق الصاد بالنسبة للسين. فمشتقة السين بالنسبة للسين بواحد، يبقى مشتقة السين بواحد في المقام زي ما هو ناقص مشتقة المقام اللي هو اشتقاق الصاد بالنسبة للسين في البسط على المقام تربيع زائد. يلا اشتق انت ده بقى. اشتقاق الصاد هنشتق، خلي بالك البسط اشتقاق الصاد بكام؟ يا راجل واحد ايه؟ واحد الواحد ده انت بتشتق بالنسبة للسين، فدي تبقى اشتقاق الصاد بالنسبة للسين، ده اشتقاق البسط في المقام ناقص اشتقاق المقام اهو بقى اشتقاق ده بواحد، ليه؟ لان انت بتشتق السين بالنسبة للسين، يبقى اشتقاق السين بالنسبة للسين بواحد في البسط يبقى بصاد على المقام تربيع س تربيع هيساوي اشتقاق الالف، هل الالف دي ثابت يبقى يطلع الكلام ده بصفر. طب احنا عايزين نجيب اشتقاق الصاد بالنسبة للسين، ممكن نخلص من المقامات دي، يعني انت ممكن تضرب الليله كلها في س تربيع ص تربيع وتعوض كده بقى. لما يبقى عندك معادله وفيها كسور وعايز تخلص من المقامات من الكسور دي، اضرب في المضاعف المشترك للمقامات اللي هو حاصل ضرب المقامين يعني. بص لو خدت الكسر ده اهو، ركز معايا كده، وضربته في س تربيع ص، فالص تربيع دي هتطير الص تربيع دي، تضرب لنا س تربيع في البسط ده يبقى ص في س تربيع بس تربيع ص، وادي اشتقاق الصاد بالنسبة للسين، وسين في سين تربيع بسين تكعيب. كده خلصنا من الكسر ده، والمنظر بيه حلو شوية. تعالى كمان نخلص من الكسر ده، هنضرب برضو في سين تربيع صاد تربيع، تقوم السين تربيع ده رايحة مع السين تربيع، يبقى بيه الصاد تربيع، الصاد تربيع تتضرب في الكلام ده اهو، يبقى صاد تربيع في ده يطلع سين صاد تربيع في اشتقاق الصاد بالنسبة للسين، وهتضرب بقى صاد تربيع في صاد يبقى بصاد تكعيب، ايه الكلام ده كله هيساوي صفر. قلنا بعد كده نعمل ايه؟ احنا متفقين بقى الحدود اللي فيها اشتقاق نخليها في الطرف الايمن، يعني الحدود دول هم اللي فيهم اشتقاق، وناخد اشتقاق عامل مشترك، يعني ناخد اشتقاق الصاد بالنسبه للسين عامل مشترك، يبقى بقى عندنا هنا سالب س تكعيب، وهنا يبقى س صاد يبقى سالب س تكعيب، وفي الحد ده يبقى موجب س صاد تربيع. والحدود اللي ما فيهاش اشتقاق اللي هو الحد ده والحد ده هنوديهم الناحية التانية بإشارة مخالفة، يبقى دي تيجي هنا يبقى ص تكعيب سالب س تربيع ص. وبعد كده نجيب اشتقاق الصاد بالنسبة للسين، اشتقاق الصاد بالنسبة للسين، تعالى نفضي مكان نكتب فيه، نشيل دي بقى اهو ونكتب في الحتة دي، يبقى اشتقاق الصاد بالنسبة للسين هيساوي ايه؟ بص بقى، هنقسم ده على ده، ص تكعيب سالب س تربيع ص على سالب س تكعيب موجب س ص تربيع. طب وبعدين هنحاول نختصر ده اهو، نحاول سوا. لو بصيت بقى ممكن تاخد في البسط عامل مشترك اللي هو مين؟ اللي هو الصاد، يبقى ممكن ناخد صاد عامل مشترك ونقسم ص تكعيب على ص بص تربيع، وهنا س تربيع. لو بصينا في المقام في عامل مشترك ولا لا؟ في السين عامل مشترك، يبقى ناخد س عامل مشترك، يبقى هنا عندك سالب س تربيع، ولما تقسم ده على ده يبقى ص تربيع. واضح ان القوس ده هو ده ص تربيع سالب س تربيع، وده ص تربيع سالب س تربيع يروحوا مع بعض، يبقى الكلام ده يطلع بصاد على س، يبقى اشتقاق السين بالنسبة للصاد يبقى صاد على س. شوف المسألة، حد كان بيقول لي ممكن نحل بشكل تاني، ممكن كنا نحل بشكل تاني. احنا ممكن كنا قبل ما نشتق نشيل الكسور دي، ايه رأيك لو ضربنا هنا س في ص، فلو ضربنا الكسر ده في ص هيبقى هنا س تربيع، ولو ضربنا الكسر ده في ص هيبقى س تروح مع الس يبقى ص تربيع، وهيبقى هنا أ س ص، واشتق بقى الكلام ده اهو يبقى 2 س، ونشتق ده 2 ص في اشتقاق الصاد بالنسبة للسين، وأحب على راسك ما تنساش اشتقاق الصاد بالنسبة للسين، الألف دي ثابت خليه بعيد عن الموضوع بتاعنا خالص. هنشتق السين يبقى بواحد في صاد زائد نسيب السين ونشتق الصاد بالنسبة للسين، تمام كده؟ ونبدأ نحاول بقى نشوف الدنيا دي هتمشي معانا ازاي. يبقى احنا هنحاول نجيب اشتقاق الصاد بالنسبة للسين، هركز هضرب هنا ألف صاد زائد ألف س في اشتقاق الصاد بالنسبة للسين. خد الحد ده هاته مع ده بإشارة مخالفة وخد عامل مشترك،
انا بحاول انجز بسرعه، ويبقى هنا صاد وهنا سالب الف س، والحد اللي ما فيش اشتقاق ده هاته لده، يبقى هنا الف صاد ناقص 2 س. تمام. وبعد كده يا سيدي نجيب بقى اشتقاق الصاد بالنسبة للسين. اشتقاق الصاد بالنسبة للسين هيساوي، لو خدنا ده جبناه بإشارة مخالفة، يبقى ألف صاد ناقص 2 س على 2 صاد ناقص ألف س. ما تتخضش، الموضوع سهل جدا، ركز بس شوية معايا انت كده. لو خدنا من البسط صاد عامل مشترك، طب اشتقاق الصاد بالنسبة للسين ركز معايا، دول عامل مشترك، ما فيش صاد مش مشكلة، أنا هاخدها فردة كده، هاخد صاد هنا عامل مشترك، يبقى باقي عندي ألف صاد على صاد بألف، ولو قسمت الحد ده يبقى سالب 2 س على صاد، المفروض كده، مش كده ولا إيه؟ لو جيت بقى خدت من تحت س عامل مشترك، يبقى اللي بقى عندك هنا هيبقى، لو خدت س عامل مشترك هيبقى عندك هنا بقى 2 صاد على س، ولو خدت من هنا عامل مشترك هيبقى بقى عندك سالب ألف. تقوم تعمل إيه بقى يا بطل؟ شايف الألف دي؟ المعطيات دي اللي هي ألف دي، س على ص زائد ص على س، تعوض مكانها هنا، يعني يبقى المنظر عامل كده أهو، بص أدي ص، وهشيل الألف دي وأحط مكانها س زائد ص، س على ص زائد ص على س، وهنا سالب 2 س على ص، ونفس الكلام هنا ادي 2 ص على س، ودي تبقى سالب الف، يعني سالب س على ص سالب ص على س. لو انت بقى عندك ادي س على ص وهتطرحهم من سالب 2 س على ص، يبقى نشيل الاتنين دي وتحصل تشال الكسر ده. ونفس الكلام هنا لما تيجي تطرح دول سالب 2 س على ص، هيبقى عندك تشيل ده مع ده وده يختصر مع ده في الاخر، فيبقى ص على س. لو الموضوع ده مش مركز فيه يبقى كنت اشتغلت بالطريقة الأولى وريحت دماغك. احنا بنقول لكل الحلول عشان الناس تبقى مركزة بقى. نيجي لرقم كام دي؟ رقم معرفش 9. بيقول لك لو ص بتساوي الكلام ده وس بتساوي الكلام ده، عايزين نجيب اشتقاق الص بالنسبة للسين. أنا هسيبك بقى تبص لحظة على الكسرين دول، كسر ده وده، وتلاحظ لي علاقة بينهم كده. لاحظت؟ لسه؟ لاحظ. اه هنلاحظ ده معكوس ضرب الله، يعني انت لو ضربت المعادلتين دول ببعض، تضرب س في ص يبقى بس ص، وهتضرب الكسر ده في الكسر ده يديني واحد بس. شكرا، خلصنا احنا الموضوع بتاعنا على كده. يعني كده نقول له الصاد بتساوي 1 على س. تيجي تشتق بقى، اشتقاق الصاد بالنسبة للسين هيساوي سالب 1 على س تربيع. الكلام ده جه ازاي؟ ده هتخليه كده اهو س أس سالب 2، تروح تنزل الاتنين دي هنا، أس سالب 1 سوري، وتنزل السالب، يبقى اشتقاق الصاد بالنسبة للسين هيساوي سالب س أس سالب 2، وتنزل دي تحت بالمنظر ده. هو عايز الكلام ده عند س بتساوي 2، يبقى الكلام ده يطلع بسالب قرب. نروح بقى للمسألة رقم معرفش كام اللي جاي ده، رقم 10. بيقول إذا كان ص بتساوي الكلام ده وعين بتساوي الكلام ده، الاشتقاق البارامتري بقى يا باشا، ده الاشتقاق البارامتري، لأن الصاد دالة في النون والعين دالة في نفس المتغير. هو عايز معدل تغير الصاد بالنسبة للعين، معدل التغير عن اشتقاق الصاد بالنسبة للعين، بالنسبة للعين. واحنا قلنا في القاعدة بتاع الاشتقاق البارامتري، اشتقاق الصاد بالنسبة للعين يساوي اشتقاق الصاد بالنسبة للنون. اشمعنى بالنسبة للنون؟ لأن الصاد دالة في نون، على اشتقاق العين بالنسبة للنون، لأن العين برضو دالة في نون. يبقى احنا نروح يلا نشتق ده بالنسبة لنون، يبقى 3 في 2 ب6 نون تربيع، اشتقاق السبعة بصفر، وهنشتق ده بالنسبة لنون، يبقى 2 نون، واشتقاق السالب 4 بصفر. لو قسمت ده 6 على 2 فالتلاتة، ونون تربيع على نون بنون، يبقى الإجابة الصحيحة رقم ج. المسألة رقم 11 برضه ده اشتقاق بارامتري، عشان س دالة في النون والصاد دالة في النون، وعايزين نجيب اشتقاق الصاد بالنسبة للسين لما النون تبقى بواحد. يلا قول انت بقى عشان خلص. اشتقاق الصاد بالنسبة للسين هيساوي، بص ركز معايا، يساوي اشتقاق الصاد بالنسبة للنون، ركز، اشتقاق الصاد بالنسبة للنون على اشتقاق السين بالنسبة للنون. ركز، انا عايز اشتقاق الصاد بالنسبة للسين، يبقى اشتقاق الصاد بالنسبة للنون على اشتقاق السين بالنسبة للنون. طب اشتقاق الصاد بالنسبة للنون اهو ده، خلاص ده جذر تكعيب تربيع، فممكن تقول لي، اقول له 2 الجذر، يعني جذر نون تكعيب اشتقاق ما تحت الجذر يبقى 3 نون تربيع.
خلاص. طيب وهنشتق السين بالنسبة للنون، يبقى نشتق هنا يبقى 4 نون. لو اشتقنا ده خلاص انت بقيت خبير في الاشتقاق بقى. هو عايز الكلام ده لما نون تبقى بواحد، يلا نعوض عن نون بواحد بقى. بنقول اشتقاق الصاد بالنسبة للسين لما نون بتساوي واحد يساوي، هنعوض عن نون بواحد، واحد تربيع بواحد في تلاتة بتلاتة، وعندك هنا واحد تكيب بواحد كسر الواحد، واحد واحد في اتنين باتنين. وخلينا نقلب العلى دي فيه ونيجي نشقلب الكسر ده كانت واحد على أربعة نون، والنون بواحد يبقى الكلام ده كده بواحد على أربعة يعني تلاتة على تمانية. يبقى الإجابة الصحيحة تبقى رقم ج. نروح بقى للمسألة اللي بعد كده رقم 12. بيقول لي معدل تغير المقدار ده بالنسبة للمقدار ده. احنا قلنا عشان نجيب معدل تغير مقدار بالنسبة لمقدار آخر تعرف ده على طول اشتقاق بارامتري. فأنت هتاخد المقدار ده تساويه بالصاد مثلا، فأصبحت الصاد اللي أنت فرضتها دي دالة في السين، وتاخد المقدار ده تساويه بأي حاجة، العين مثلا، يبقى العين كده بقت دالة في السين. احنا بقى عايزين نجيب معدل تغير المقدار ده اللي احنا سميناه صاد بالنسبة للمقدار ده اللي احنا سميناه عين. يعني كده عايزين نجيب معدل تغير الصاد بالنسبة للعين. يبقى احنا عايزين نجيب معدل تغير الصاد بالنسبة للعين. ما هو الصاد دالة في س والعين دالة في س، يبقى ده اشتقاق بارامتري لأن الدالتين في نفس المتغير. يبقى ده يساوي اشتقاق الصاد بالنسبة للسين، اشتقاق الصاد بالنسبة للسين عشان الصاد دالة في س، على اشتقاق العين بالنسبة للسين برضه لأن العين دالة في السين. يلا بقى نشتق الصاد بالنسبة للسين، نروح نشتق الجا تبقى جتا س تكيب، ونشتق في اشتقاق الزاوية 3 س تربيع. نشتق العين بالنسبة للسين، نشتق الجتا يبقى بسالب جا س تكيب في اشتقاق الزاوية اللي هي ليه يبقى 3 س تربيع. 3 س تربيع دي تروح مع ال 3 س تربيع دي، يبقى الكلام ده هيساوي دي هنا موجب على سالب بسالب، وجتا س تكعيب على جا نفس الزاوية يبقى اديني زتا نفس الزاوية زتا س تكعيب. يبقى الكلام ده يطلع سالب زتا س تكعيب، يبقى الإجابة الصحيحة رقم ألف. نروح لرقم 13. بيقول لك تتحرك النقطة س وصاد على المنحنى بحيث كان اشتقاق السين بالنسبة للنون يساوي نون تربيع، اشتقاق الصاد بالنسبة للنون يساوي 2 نون، فإن ميل المماس للمنحنى عند نون بتساوي 1. أنت فاهم حاجة؟ بص ركز معايا في الكلام الحلو ده. في نقطة اسمها س وصاد تتحرك على المنحنى ده، على منحنى مش المنحنى ده، على منحنى ما. المنحنى يعني إيه؟ اللي هو ده المنحنى ده. ففي هنا نقطة بتتحرك كده، فلما بتتحرك النقطة دي السينات بتتغير ولا ما بتتغيرش؟ يعني ايه السين تتغير؟ يعني هتتغير بمرور الزمن، النون دي اللي هو الزمن عندي. فهو قال لك اشتقاق السين بالنسبة لنون يساوي نون تربيع، والصاد نفسها تتغير، اشتقاق الصاد بالنسبة لنون يساوي 2 نون. طيب هو عايز ايه بس؟ خلينا في اللي عايزه، هو عايز ميل المماس للمنحنى. اه هو المنحنى ده يبقى دالة، يعني علاقة بين مين ومين؟ علاقة بين الصاد والسين. ما قال لك النقطة اتحرك اسمها س وصاد على المنحنى ده. طب فين معادلة المنحنى؟ والله ما عنديش أنا معادلة المنحنى للأسف. طب ازاي؟ ما اعرفش بقى. أنا عندي دلوقتي في نقطة هنا بتتحرك على المنحنى، على منحنى ما، بحيث ادي المعطيات اللي عندي كده. معدل تغير س بالنسبه لنون يعني نون تربيع، ومعدل تغير الصاد بالنسبه لنون 2 نون. هو عايز ميل المماس للمنحنى. ميل المماس للمنحنى المفروض خلي بالك يساوي اشتقاق الصاد بالنسبه للسين. يعني ميل المماس للمنحنى هنجيب اشتقاق الصاد بالنسبه للسين. ما انا عندي الصاد يا عم الحاج، ما اعطانيش الصاد عشان اشتقها. ايوه ماشي، لما انت عندك اشتقاق الصاد بالنسبه للسين، مش قلنا في اشتقاق البارامتري هيساوي اشتقاق الصاد بالنسبه للمتغير اللي هو النون على اشتقاق السين بالنسبه لنفس المتغير اللي هو نون. خلاص. هتقولي طب ما انا اجي اشتق الصاد بالنسبه لنون، رحت ادور ما لقيتش الصاد، بس انا لقيت اشتقاق موجود اهو، الراجل اداني الاشتقاق جاهز. يبقى احط مكان اشتقاق الصاد بالنسبه للنون ايه؟ 2 نون. خلاص عالم. ورحت اشتق اجيب اشتقاق السين بالنسبه للنون، فدورت على السين عشان اشتقها بالنسبه للنون ما لقيتش سين اصلا، بس لقيت الاشتقاق موجود وجاهز. ده يبقى كتر خيره والله الراجل ده. يبقى هنا نون تربيع. تمام كده نختصر النون مع واحده من دول يبقى 2 على نون.
هو عايز بقى ميل المماس لما النون تبقى بكام؟ بواحد. يبقى تقول لي اشتقاق الصاد بالنسبة للسين لما نون بتساوي واحد، نعوض عن نون بواحد، يبقى اتنين على واحد فيها اتنين. مين ده بقى؟ ده ميل المماس عند ميل المماس للمنحنى ده، اللي هو مش عارفين معادلته ايه، عند نون بتساوي اتنين. خلاص، يبقى الإجابة الصحيحة رقم ب. نروح للمثال اللي بعد كده. بيقول لي ميل المماس للمنحنى ده يساوي نقط عند نون بتساوي اتنين. برضه ميل المماس يعني اشتقاق الصاد بالنسبة للسين، واشتقاق الصاد بالنسبة للسين الصاد دالة في نون والسين دالة في نون، يبقى ده على طول طالما الصاد دالة في نون والسين دالة في نون يبقى ده اشتقاق بارامتري. يبقى نقول له اشتقاق الصاد بالنسبة للنون على اشتقاق السين بالنسبة للنون، ونعمل كسر كده ونشتق الصاد بالنسبة للنون يبقى 2 نون زائد 2، وهشتق السين دي بالنسبة للنون يبقى 2 نون ناقص 2. هو بقى عايز اشتقاق الصاد بالنسبة للنون في للسين فين يا بطل؟ عند س بتساوي 2. يبقى تعمل ايه دلوقتي؟ ايوه برافو عليك، تعوضنا عن س ب 2. 2 في 2 ب 4 و2 6، وهنا 2 في 2 ب 4 ناقص 2 يبقى 2، يبقى الكلام ده هيطلع ب 3. يبقى الإجابة الصحيحة رقم د. مسألة رقم 15 بيقول لي المماس للمنحنى ده يوازي محور السينات عند نون بتساوي نقطة. ايه الكلام ده يا مستر؟ مش عارف، تعالى نفكر سوا. ايه المطلوب؟ بيقول لي المماس للمنحنى ده، خلي بالك ده كله ده يا باشا اسمه منحنى بيوازي محور السينات. هو امتى المماس بيوازي محور السينات؟ فاكر ولا نسيت؟ لما يبقى ميل المماس بيساوي صفر، صح. وميل المماس اللي هو مين؟ تمام، اللي هو اشتقاق الصاد بالنسبة للسين. يبقى أنا لو جبت اشتقاق الصاد بالنسبة للسين وساويته بالصفر هعرف أقول له بقى إمتى إمتى المماس يوازي محور السين. يلا نجيب اشتقاق الصاد بالنسبة للسين، ما السين دالة في نون والصاد دالة في نون، فنعمل اشتقاق بارامتري. تعالى نشيل الكلام ده عشان نشوف إيه اللي مكتوب صح. فهنشتق بقى اشتقاق الصاد بالنسبة للسين، هنشتق الصاد بالنسبة للنون، نعمل شرط الكسر بقى، احنا بينا خلاص اساتذة في الكلام ده. يبقى 2 نون ناقص واحد. وهنشتق السين بالنسبة للنون يبقى باتنين نون. خلاص. وهنساوي الكلام ده بالصفر بقى. ليه هنساوي بالصفر؟ لأن عايزين نجيب المماس يوازي محور السينات، يعني المشتقة الأولى اشتقاق الصاد بالنسبة للسين يبقى بصفر. طبعا أي كسر يساوي صفر يبقى بسطه بصفر، يبقى النون هتطلع بنص. بس وخلصت، موضوع سهل بسيط مفيش مشكلة. نمت ولا رحت فين بقى؟ التفاضل ده حاجة جميلة ولذيذة، عايز حد يركز فيه. طيب تعال نشوف المسألة دي. بيقول إذا كان س بيساوي الكلام ده وصاد بيساوي الكلام ده، فاحنا عايزين نجيب اشتقاق الصاد بالنسبة لفين؟ هيساوي مين في دول؟ طيب تيجي نبص المسألة نحاول كده، هل ممكن يعني ممكن نحاول نعزف النونات دي ولا أي حاجة، ولا نخفف الموضوع شوية؟ يلا فكرتك مع س زائد ص، هيبقى عندنا هنا 2 نون ودي تروح مع دي، هتبقى لسه النون باقي عندنا. خلاص طيب. طب يلا نشتق عادي بقى، نشتق الصاد بالنسبة للنون. ادي في ألف ثابت نشتق بالنسبة للنون، فاشتقاق ده هيبقى بواحد. اشتقاق واحد على نون يبقى بسالب واحد على نون أس 2. ومش هقول لك دي جت منين بقى، انت المفروض تكون عرفتها. وبعد كده هنجيب اشتقاق السين بالنسبة للنون، هيساوي ايه؟ ألف واشتقاق النون بالنسبة للنون، ودي تبقى سالب واحد على نون تربيع. يبقى اشتقاق الصاد بالنسبة للسين هيساوي اشتقاق الصاد بالنسبة للنون، يعني نقسم الكلام ده على ده، نعمل كسر، يبقى الألف ده هتروح مع الألف دي، فعندك واحد على واحد على نون تربيع، وهنا دي زائد دي موجب، دي موجب. وهنا ليه موجب؟ لأن المفروض ده بسالب واحد على نون تربيع، في السالب بيبقى بموجب. وهنا يبقى عندك ده واحد زائد واحد على نون تربيع. ده اشتقاق الصاد بالنسبة للسين. لو حبيت تخلص من الكسور الوحشة دي اضرب البسط والمقام في نون تربيع، يبقى اشتقاق الصاد بالنسبة للسين هيساوي نون تربيع ناقص واحد على نون تربيع زائد واحد.
هنبدأ نشتغل بقى. طيب ده نون تربيع زائد واحد على نون تربيع، الكلام ده مش موجود في الاختيارات، فالكلام ده حضرتك بقى تجيبه لنا بدلالة السين والصاد. يبقى احنا وصلنا ان اشتقاق الصاد بالنسبة للسين بالنسبة للسين طلعت نون تربيع ناقص واحد على نون تربيع زائد واحد. جينا لقينا الاختيار ده مش الناتج ده مش موجود في الاختيارات. كده بقى واضح ان الاختيارات فيها س وصاد، س على صاد الكلام ده، فلازم نجيب الكلام ده بدلالة السين والصاد. هتفكر ازاي بقى؟ تعالى نرجع بقى للمعادلات اللي عطاها لي دي. تعالى مثلا ناخد المعادلة الأولى دي ونضربها في س في نون عشان نشيل الكسر ده. يبقى س نون هتساوي ألف، وهضرب ده في نون يبقى نون تربيع ناقص واحد. ومن هنا النون تربيع ناقص واحد هتساوي إيه؟ هتساوي س نون على ألف. طيب يبقى أنا ممكن أشيل النون تربيع ناقص واحد وأحط مكانها س نون على ألف. ولو جيت خدت المعادلة دي وضربتها في نون برضو، لو ضربنا المعادلة دي في نون، تعال نضرب هنا صاد في نون بصاد نون، وهنا ألف، وهضرب ده في نون يبقى نون تربيع زائد واحد. طيب يبقى نون تربيع زائد واحد هتساوي صاد نون على ألف. يبقى أنا كمان ممكن أشيل النون تربيع زائد واحد وأحط مكانها صاد في نون على ألف، ومن نون ألف دي تروح مع نون ألف دي، يبقى يطلع الناتج بسين على صاد. يبقى الإجابة الصحيحة تبقى رقم ب. خلاص، بس واتحلت المشكلة على كده. طيب نروح للمسألة اللي بعد كده، رقم 17. بيقول لي إذا كانت س بتساوي الكلام ده وصاد بتساوي الكلام ده أهو، فكل مما يأتي صحيح ما عدا. تعالى بقى نشوف الدنيا هتمشي إزاي. طيب لو جينا بقى اشتقينا السين بالنسبة للسين، يلا نشتق، ما هو السين دي دالة في السين، فيلا نشتق السين بالنسبة للسين. فده يطلع ألف اشتقاق السيتا بالنسبة للسيتا بواحد، واشتقاق الجاء، خلي بالك أنت بتشتق بالنسبة للسيتا دلوقتي، جاتا يا سيد. طيب طيب سيب دي على جنب. تعال نشتق الصاد بالنسبة للسيتا. يبقى هنا في ألف اشتقاق الواحد ده بصفر خلاص، واشتقاق الجاتا بسالب في السالب دي يبقى بموجب جا سي. يعني الكلام ده هيساوي ألف جا سي. طيب وكمان احنا عايزين نجيب اشتقاق الصاد بالنسبة للسي، وعايزين نجيب اشتقاق الصاد بالنسبة للسي ليه؟ عشان ما هو في الاختيارات بيقول اشتقاق الصاد بالنسبة للسين هيساوي ايه والكلام ده كله. فاشتقاق الصاد بالنسبة للسين المفروض هيشتقاق الصاد بالنسبة للسيتا اللي هو ألف على جا سيتا، وهنا يبقى عندك كده ألف في واحد ناقص جاتا سيتا. طيب يبقى الألف دي هتروح مع الألف دي. طب وبعدين هنسيبه كده، ممكن نعمل فيه شوية حاجات بس خليه بقى لما نشوف هنعمل فيه إيه. تعال نشوف الاختيارات بقى. بيقول لك اشتقاق السين بالنسبة للسيتا هتساوي صاد. اهو اشتقاق السين بالنسبة للسيتا هتساوي ألف في واحد ناقص جتا سيتا، ودي صاد فدي صحيح. طيب احنا عايزين ناخد الغلط دلوقتي. اشتقاق الصاد بالنسبة للسين هتساوي جتا زتا سيتا على الاتنين. تعال نشوف القصة دي. خلي بالك الزاوية دي بقى، خلي بالك سيتا على الاتنين ودي سيتا بس. يبقى كده عشان تحل المشكلة دي، عشان توصل الزاوية دي، ما الزاوية دي بقى الضعف دي، مش كده ولا ايه؟ وبالتالي هتستخدم قوانين جا وجاتا ضعف الزاوية. جا دي يبقى 2 جا سيتا على الاتنين ناقص جاتا سيتا على الاتنين. وهنا جاتا سيتا قلنا دي جاتا ضعف الزاوية ليها 3 صور، احنا هنستخدم اللي فيهم موجب واحد وموجب واحد عشان لما اضربه في السالب ده يروح يبقى سالب واحد واحد، يبقى نقول واحد ناقص، بص اعمل ايه؟ واحد ناقص 2 جا تربيع سيتا على الاتنين نص الزاوية. لو فكيت القوس ده هنعملها واحدة واحدة عشان تركز معايا. 2 جا سيتا على الاتنين جاتا سيتا على الاتنين. لو ضربت هنا واحد، اضرب السالب ده في القوس ده يبقى سالب واحد موجب 2 جا تربيع سيتا على الاتنين. السالب واحد تروح مع الموجب واحد، والاتنين دي تروح مع الاتنين دي،
خلي بالك دي جاتا، وجاتا سيتا تربيع دي اللي فوق دي هتطير واحدة من اللي في المقام، يبقى أصبح كده جاتا سيتا على الاتنين على جا سيتا على الاتنين، يبقى زاتا سيتا على الاتنين، يبقى دي كمان صح. تمام. طب تعالى نفضي مكان بقى نشيل، يبقى خلاص اشتقاق الصاد بالنسبة للسينا يبقى زاتا سيتا على الاتنين. حلو. طب يلا نشيل الكلام ده ونشوف اللي هيحصل تاني بقى بعد شويتين كده. خلي ده موجود. يقول لك اشتقاق الصاد بالنسبة للسين زائد اشتقاق السين بالنسبة للسيتا يساوي واحد. طب تعالى نشوف اشتقاق الصاد بالنسبة للسين زائد اشتقاق السين بالنسبة للسين. اشتقاق الصاد بالنسبة للسيتا اللي هو ألف جا سيتا، مش كده ولا إيه؟ واشتقاق السين بالنسبة للسيتا، يلا نفك القوس ده، يبقى ألف واحد بألف، وهنا سالب ألف جتا سيتا. طيب فالكلام ده مش هيطلع بواحد، دي ألف جا سيتا ودي ألف جتا سيتا، فدول مفهومش حدود متشابهة ولا هنعرف نعمل فيهم حاجة، فواضح إن الكلام ده مش هيساوي واحد أبدا، يبقى الكلام ده مش مظبوط. طيب ماشي أوكي. تعال نشوف رقم د بقى، ناخد الصاد نضربها في اشتقاق الصاد بالنسبة للسيتا ونشوف ايه اللي هيحصل. فكده احنا لحد دلوقتي عندنا الإجابة ج دي شكلها مش مظبوط. نشوف بقى رقم د عشان نتأكد من الشغل بتاعنا. اشتقاق الصاد، الصاد في اشتقاق الصاد بالنسبة للسين. طب الصاد بكام؟ الصاد بالكلام ده اهو، ألف في واحد ناقص جتا س. في اشتقاق الصاد بالنسبة للسيتا اللي هو ألف جا س. فحضرتك لو ضربت ده ألف في ألف يبقى في ألف تربيع هنا، وهنا يبقى عندنا جا سيتا ناقص جا سيتا جتا سيتا. يبقى وصلنا لدي ألف صح وبي صح والجيم كمان صح. تعال نشوف الدالة تبقى صح ولا لا بقى. اللي هو عايز الصاد في اشتقاق الصاد بالنسبة للسين. الصاد، الصاد خلي بالك أطالك بمين؟ بوالف في واحد ناقص جتا سيتا. في اشتقاق الصاد بالنسبة للسين اللي هو هو ده اشتقاق الصاد بالنسبة للسين، يبقى جا سيتا على واحد ناقص جتا سيتا. طيب ده يختصر مع ده، يبقى بقى عندي ألف في جا سيتا، يبقى الكلام ده صح، يبقى ألف صح وب وده صح، يبقى ج هي اللي غير صحيحة، يبقى هي الإجابة اللي احنا عايزينها. خلاص. نروح بقى للمسألة رقم 18. بيقول إذا كانت ص بتساوي د س تربيع وكان اشتقاق الصاد بالنسبة للسين بيساوي الليلة دي كلها، فإن ده الشرط عند الأربعة هتساوي كام؟ إيه الكلام الحلو ده بقى؟ تعالى نشوف بقى. هنحاول نشتق ونشوف الدنيا ماشية إزاي. إحنا هناخد الدالة دي نشتقها. لما تشتق دي يبقى نشتق بالنسبة للسين، لأنه ده اشتقاق السين صاد بالنسبة للسين، فهنشتق الكلام ده بالنسبة للسين هيساوي. خلي بالك هتشتق ده بالنسبة للسين ازاي؟ هتبقى د شرطة س تربيع في اشتقاق السين تربيع يبقى باتنين س. تمام؟ طب وبعدين هو قال لك اشتقاق الصاد بالنسبة للسين تساوي الكلام ده كله، يعني ممكن نشيل اشتقاق الصاد بالنسبة للسين ونحط مكانه 2 س تكعيب سالب 4 س بيساوي ده الشرطة س تربيع في 2 س. هو عايز المشتقة الأولى لما س تبقى بأربعة، فأنت المفروض عشان تجيب المشتقة الأولى عند س بأربعة تعوض عن س بكام؟ أيوة برافو عليك، تعوض عن س باتنين، عشان 2 أس 2 بأربعة، يبقى نشيل كل س ونحط مكانها 2. 2 أس 3 بتمانية، 2 في 8 بستاشر، وهنا 2 في 4 بتمانية، وده الشرطة عند 2 أس 2 بأربعة، وعوض عن س باتنين، 2 في 2 بأربعة، 16 ناقص 4 يبقى 8، يبقى ده الشرطة 4 في 4، نقسم على الأربعة هنا وعلى الأربعة هنا، يبقى ده الشرطة عند الأربعة هتطلع باتنين. تمام، وخلص الموضوع على كده. الموضوع في منتهى الجمال والروعة.
نروح للمسألة رقم 19. وأتمنى لو أنت كنت وصلت معانا لحد هنا في الفيديو فركز شوية وصحصح وفوق، عشان لسه احنا قدامنا مشوار طويل على فكرة. خلاص فركز جدع. بيقول إذا كان س بتساوي الكلام ده وص بتساوي الكلام ده، فاشتقاق الصاد بالنسبة للسين هيساوي إيه؟ نفس الكلام هنقول اشتقاق الصاد بالنسبة للسين هيساوي اشتقاق الصاد بالنسبة للسيتا على اشتقاق السين بالنسبة للسيتا، واشتق الكلام ده رايح دماغك واخلص. ادي الالف دي ثابت، اشتقاق القاء تكعيب كله بقى، خلي بالك هتشتق الأس في الأول، يعني يبقى كده 3 قا تربيع سيتا. وبعد كده تشتق الدالة المثلثية، اشتقاق القاء يبقى قا سيتا ظا سيتا، وتشتق الزاوية دي بواحد خلاص. نيجي بقى نشتق الصاد، يبقى نسيب الألف زي ما هي، وهنا نشتق الأس يبقى 3 ظا تربيع سيتا. في اشتقاق الظا يبقى قا تربيع سيتا. في اشتقاق السيتا دي هتبقى بواحد. ممكن تختصر الدنيا شوية عن التلاتة ألف دي، تروح مع التلاتة ألف دي خلاص، والقا تربيع دي تروح مع القا تربيع دي، وفي ظا هنا تروح مع واحدة من دول، يبقى عندك هنا الوضع كله بيقا سيتا على إيه؟ على ظا سيتا. تمام، بس وتشتغل على الوضع ده. احنا عايزين نحسب الكلام ده. اشتقاق الصاد بالنسبة للسين عند س بتساوي باي على الأربعة، يبقى نعوض عن س بباي على الأربعة، عن سيتا بباي على الأربعة. باي على الأربعة اللي هي 45، 45 دي تبقى بجذر 2، وزا 45 بواحد، يبقى الكلام ده كله هيطلع بجذر 2. في حاجة هنا مش مظبوطة، احنا قلنا القاطر دي راحت مع القاطر دي، في هنا قا وهنا ضا، يبقى المفروض جذر 2، يبقى الناتج ده يطلع بجذر 2. طب تعالى نشوف تاني، اشتقنا اشتقاق الصاد بالنسبة للسيتا، ألف دي نزلت زي ما هي، 3 قا تربيع سيتا قا ظا اشتقاق القا. طب ودي 3 ظا تربيع ودي قا تربيع، القا تربيع راحت مع القا تربيع، وهنا عندنا قا سيتا، قا سيتا اللي باقية هنا، وعندنا الظا دي يبقى ظا سيتا قا سيتا. في غلط هنا يا باشا، احنا قلبنا الدنيا. الاشتقاق الصاد بالنسبة للسين في غلط في الحتة دي، هنشيل الكلام ده كله، هنبدأ نظبط الحال. بص، واضح إن إحنا ابتدينا ما نركزش. بص ركز معايا، اشتقاق الصاد بالنسبة للسيتا اللي هو نشتق الصاد بالنسبة للسيتا، يبقى 3 ألف ظا تربيع سيتا في قا تربيع سيتا، ده اللي كنا كاتبينه في المقام. اشتقاق السين بالنسبة للسيتا يبقى 3 ألف قا تربيع سيتا قا سين ظا سيتا. خلاص، يبقى التلاتة ألف تروح مع التلاتة ألف، والظا دي هتروح مع واحدة من دول، والقا تربيع تروح مع القا تربيع دي، يعني المفروض ده يطلع بظا سيتا على قا سيتا. لما نيجي نعوض بقى، الظا سيتا بواحد على، والقا بجذر 2، يبقى بواحد على جذر 2، اللي هي المفروض تبقى بجذر 2 على الاتنين، يبقى الإجابة صح تبقى رقم ألف. نروح للسؤال رقم 20 بقى، ونبدأ من فوق عشان واضح إن الدنيا كده تركيزنا قل قوي بقى. بيقول لي إذا كان 2 س ص، المهم عايزين نجيب اشتقاق الصاد بالنسبة للسين، هتشتق هنا بالنسبة للسين ده حاصل ضرب دالتين، دالة بدالة، فاشتقاق الاتنين ده يبقى باتنين، 2 س. طيب اشتقاق الاتنين س بالنسبة لسين يبقى باتنين في صاد زائد، وهنكتب الاتنين س دي ونشتق الصاد بالنسبة للسين، زائد الباي دي ثابت هنسيبه زي ما هو لأنه مضروب في الدالة دي، واشتقاق الجاي يبقى جتا صاد، واشتقاق الزاوية يبقى اشتقاق الصاد بالنسبة للسين، واشتقاق الطرف الأيسر ده بصفر لأن الطرف الأيسر ثابت، يبقى إذا اشتقاق الصاد بالنسبة للسين. ممكن بقى وعايز اشتقاق عند النقطة واحد وبايع على الاتنين، فممكن تعوض في الحتة دي من غير ما تعمل أي حاجة، يعني تعوض عن الصاد وبايع على الاتنين، هي دي. لو ضربت 2 في باي على الاتنين يبقى دي ببار، زائد وهتعوض عن السين بواحد يبقى 2 اشتقاق الصاد بالنسبة للسين، هتعوض عن الصاد بباي على الاتنين، الباي على الاتنين يعني 90، وجات 90 بصفر، يبقى ده كله هيطلع بصفر، والكلام ده هيساوي صفر. ودي الباي هناك بإشارة مخالفة واقسم على الاتنين، يبقى اشتقاق الصاد بالنسبة للسين
هيبقى بسالب باي على الاتنين. يبقى الإجابة الصحيحة رقم ألف. ولو نمت توقف الفيديو وحل انت في الكشكول بتاعك هتلاقي نفسك صح. نيجي للدالة الجميلة دي، بيقول لك إذا كانت د س بتساوي الكلام ده ور س بتساوي الكلام ده، فاشتقاق د تركيب ر بالنسبة لس عند س بتساوي سالب 2 هيساوي كام؟ والله أنت أمامك هنا حلين ممكن تعملهم، ممكن تعمل التركيب وتشتق عادي. يلا نعمل لك الحلين أهو. نقول له د تركيب ر، دي هتبقى د دالة في ر، يعني هتشيل كل س في الدالة د وتحط مكانها ر، يبقى دي تبقى 2، وهتشيل السين وتحط مكانها ر، بس الر ب3 س، يبقى 3 س زائد 1، وتروح تشتق الكلام ده، يبقى اشتقاق د تركيب ر بالنسبة لس هيساوي، ده بقى عبارة عن خارج جسم الدالتين، واحنا متفقين بقى الأسهل لما يبقى المقام البسط، لما يبقى البسط ثابت يعني مفيش شتين، فطلع المقام كده واعكس إشارته الأس، يبقى سهل عليك في الاشتقاق، يعني خلي أس سالب 1 ونشتق على الوضع ده، سالب 1 في 2 يبقى بسالب 2، وننقص من الأس 1 يبقى سالب 2 في اشتقاق ما بداخل قوس ب3، مش كده ولا إيه؟ ونعوض بقى عن س بسالب 2، يبقى دي سالب 2، يلا عوض معايا عن س بسالب 2، 3 في سالب 2 بسالب 6، 1 يبقى بسالب 5، أس سالب 2 في 3، الكلام ده بقى تحسبه سالب 2 في 3 بسالب 6، وسالب 2 والسالب 2 تنزل تحت يبقى سالب 2 وسموجة ب2 يبقى 25، يبقى سالب 6 على 25. خلاص دي الطريقة الأسهل والأسرع في الموضوع ده. حد يقول لي طب احنا ممكن نشوف حل تاني؟ اه ممكن تلاقي حل تاني على فكرة، يعني ممكن تحل تاني ازاي؟ بص يا سيدي، تقول لي د تركيب ر س، دي هتبقى عبارة عن ايه؟ د دالة في س، فلما هجيب تشتق بقى يبقى اشتقاق التركيب بالنسبة للسين هيساوي د شرطة ر س في ر شرطة س. خلاص، وعايزين بقى نجيب الكلام ده لما س تبقى بسالب 2، فنقول هنا د شرطة ر سالب 2 في ر شرطة عند السالب 2 برضه، ونيجي بقى نحسب ر شرطة اهو، يبقى الكلام ده هيساوي ر شرطة عند السالب 2، تروح تعوضنا على الر دي في الدالة ر عن س بسالب 2، يبقى ر سالب 2 تبقى بسالب 6، يبقى د شرطة سالب 6 في ر شرطة عند السالب 2، فانت حضرتك تشتق الر تبقى ر شرطة اشتقاقها يبقى ب3، يبقى ر شرطة عند السالب 2 هتبقى ب3. تمام، بعد كده هنجيب د شرطة عند السالب 6، تروح تاخد الدالة د وتشتقها، الدالة د لما نيجي نشتقها اهو، دي الدالة د اللي نكتبها بالشكل ده، د س هتساوي 2 س زائد 1 بكل أس سالب 1، فلما تجيب الدال شرطة س هتبقى سالب 1 اتضرب في الاتنين يبقى بسالب 2، وتنقص 1 من البسط يبقى من الأس يبقى سالب 2 في اشتقاق ما بداخل القوس، يبقى ده الشرط عند السالب 6 هيساوي سالب 2، وهتشيل السين دي وتحط مكانها سالب 6، وادي 1 يبقى سالب 5 أس سالب 2 يبقى 1 على 25، يبقى ده الشرط عند السالب 6 يبقى بسالب 2 على 25 في 3، يبقى سالب 6 على 25. شوف المسألة اللي بعد كده، يقول إذا كانت د س بتساوي س تربيع ور س بتساوي ظ س، فق س بيساوي د تركيب ر، فق شرط عند باي على الاثنين، نفس الكلام بقى. تعالى نقول لك إن القاف س هتساوي د تركيب ر، د تركيب ر قلنا نكتبها كده د دالة في ر، يعني هنشيل كل س في الدالة د ونحط مكانها الر، فهنشيل السين دي ونحط مكانها الر، ور بزطة، يبقى كده تبقى زطة تربيع س، بس يبقى قاف شرطة س هتساوي، نروح نشتق الزطة تربيع، نشتق الأس 2 زطة س، في اشتقاق الزاوية اشتقاق الزطة بسالب قتا تربيع، خلاص في اشتقاق الزاوية دي هتبقى بواحد. خلاص، بعد كده وعايز القاف شرطة عند الباي على 4، نعوض عن س بباي على 4 بقى، زطة 45 بواحد سالب وقطع 45 ب2، يبقى الكلام ده كله يطلع بسالب 4، يبقى الإجابة الصحيحة رقم أ. طيب
المسألة رقم 23 بيقول لي إذا كانت د س بتساوي الكلام ده وهي س بتساوي الكلام ده، فعايزين د شرطة ه 3. الله، حلو كلام زي الفل. عايز حد يبقى فاهم بس إيه ده د شرطة ه 3. طب ما ه 3 دي ممكن نجيبها، مش ممكن نجيبها من هنا نعوض عن س ب3. يعني كده أنا عندي ه 3 هتساوي 3 تربيع ب9. يبقى الراجل كان انتوا عايزه بقى ده الشرط عند التسعة. يبقى ده الشرط عند التسعة. نقول الكلام ده تاني، نقول الكلام ده تاني. هو عايز ده الشرطة عند ه 3. مين اله 3؟ قال الدالة ه س بتساوي س تربيع. فعشان اجيب اله 3 دي هشيل كل س واحط مكانها 3. يبقى هي 3 تربيع ب9. يبقى هو كده كان انتوا عايز ده الشرط عند التسعة. دي هتجيبها منين؟ انت عندك الدالة ده اللي هتعمل لها ايه؟ مشتقة. برافو عليك. يبقى ده الشرطة س هتساوي 6 س تربيع. وتعوض بقى عن السين ب9. يبقى د شرطة 9 هتساوي 6 في 9 تربيع، يعني 6 في 81. 6 في 1 ب6 و6 في 8 ب48. يبقى 486. المسألة اللي بعد كده رقم 24 بيقول لك إذا كانت د س بتساوي 3 س تربيع ناقص 2، وده التركيب ده الشرط عند السالب 1. دي ممكن تعملها بطريقتين. تركب الدالة على نفسها هيطلع المنظر دي. د تركيب د هتساوي 3 وهتشيل السين دي وتحط مكانها الدالة كلها. يبقى 3 س تربيع ناقص 2. كل تربيع ناقص 2 وتروح تشتق الكلام ده بقى. يبقى د تركيب د شرطة تشتق الكلام ده تضرب 2 في 3 ب6. 3 س تربيع ناقص 2 وتنقص من أس 1 في اشتقاق ما بداخل القوس يبقى 6 س. واشتقاق السالب 2 ده بصفر. هو عايز بقى ده الشرط اشتقاق التركيب عند السالب 1. تعوض لنا عن س بسالب 1. يلا عوض. سالب 1 تربيع ب1. 3 ناقص 1 يبقى 1. ودي هتبقى سالب 6. يبقى الموضوع ده كله بسالب 6 وتلت. تمام؟ طب عايز تحل من غير التركيب؟ يلا نحل من غير التركيب. ده التركيب د. انا بحب اكتبها كده د دالة في س. يبقى اذا اشتقاق التركيب اشتقاق د تركيب د هيساوي، بص ده الشرطة ده س. ركز معايا شوية فيه. وهشتق اللي جوه دي. يبقى ده الشرطة س. وده على فكرة أنا بحب أعمله عشان نعمق عندك مفهوم الاشتقاق. مفهوم اشتقاق التركيب بالذات. أنا اشتق ده الشرطة وأكتب ده زي ما هو في اشتقاق اللي جوه ده. يبقى ده الشرطة س. هو عايز بقى اشتقاق ده التركيب ده عند مين؟ عند سالب 1. يبقى نعوض له عن س بسالب 1. يبقى عند س بتساوي سالب 1. الكلام ده هو هيساوي ده الشرطة وهتشيل السين وتحط مكانها سالب 1. ركز واحدة واحدة. في ده الشرطة عند السالب 1 برضه. ماشي. طب الدال سالب 1 دي هجيبها منين؟ خلي بالك الدال شرطة أنا سايبها زي ما هي ها. أنا دخلت جوه خالص هنا. الدال عند السالب 1 نعوض هنا عن س بسالب 1. هتطلع عندك د سالب 1 هتساوي. هتطلع سالب 1 تربيع ب1 في 3. يبقى دي تطلع ب1. يبقى ده الشرط عند الواحد. وده الشرط عند السالب 1. فأنت عايز بقى ده الشرط عند الواحد وده الشرط عند السالب 1. هتجيبهم منين؟ تروح تشتق الدال بقى. يبقى ده الشرط عند السين هتساوي 2 في 3 ب6 س. يبقى ده الشرط عند الواحد. يعني تعوضنا عن س دي ب1 يبقى 6 في 1 ب6. وده الشرط عند السالب 1 يبقى سالب 6. يبقى الكلام ده سالب 6. خلاص. نروح للمسألة رقم 25. بيقول لي هي من المنحنيات الآتية. رقم 25 بيقول لي هي من المنحنيات التالية يكون عندها ميل المماس ثابت. خليك فاكر إن ميل المماس يبقى اشتقاق الصاد بالنسبة للسين. تعال نجيبهم بسرعة بقى. لو جبنا اشتقاق الصاد بالنسبة للسين في الاختيار الأول، يبقى اشتقاق الصاد بالنسبة للنون هيطلع بسالب سالب جانون. مش كده؟ ولما نشتق ده يبقى بجاتا نون. فده المفروض يبقى بسالب ظا. ده مش معناه ان هو يبقى سالب. يعني ممكن الظا نون تبقى بسالب. يبقى في السالب ده يبقى بالموجب. فده احتمال يبقى موجب او سالب. طيب نروح لرقم ب.
يلا نجيب اشتقاق الصاد بالنسبة للسين. اشتق الصاد بالنسبة للنون يبقى دي 3 في 2 ب6 نون. وهشتق الكلام ده يبقى ده ب2 نون، دي تروح مع دي يبقى ده يبقى موجب دايما، ده بقى يبقى موجب دايما، هو عايزه سالب بقى. نيجي لرقم ج. هنجيب اشتقاق الصاد بالنسبة للسين. اشتقاق الصاد بالنسبة للنون يبقى ب2 نون، واشتقاق السين بالنسبة لنون يبقى ب2، ويبقى ده يساوي نون. النون هنا ممكن تبقى موجبة أو سالب، وده مش هيبقى سالب على طول، ممكن يبقى سالب ممكن يبقى موجب. لو النون سالب يبقى الميل سالب، لو النون موجب يبقى النون موجب. خلاص. طيب حد بيقول لي مش النون دي زمن، انا ما اعرفش، هو ما قاليش النون دي زمن، ده النون دي متغير، ممكن يبقى سالب ممكن يبقى موجب، مش زمن ولا حاجه يعني. خلاص هو ما قاليش ان ده زمن بقى. لما نيجي بقى لرقم د بقى، هنقول الصاد هتساوي 7 على س. لما اشتق الكلام ده يبقى اشتقاق الصاد بالنسبه للسين هيطلع سالب 7 على س تربيع. اهو ده بقى اللي هيبقى سالب دايما، لان السين تربيع دي دايما هتبقى موجبه، وسالب على موجب يبقى بسالب، يبقى هي دي الاجابه اللي احنا بندور عليها. يعني عند المنحنى ده ميل المماس ليه هيبقى ثابت. سوري ده هو مش عايزه سالب، ده عايزه ثابت، مش سالب، ثابت يبقى ده ما عندناش غير ده بقى، لان ده يعتمد قيمته على النون. انا قريت دي سالب على فكره، بص هو عايز ميل المماس يبقى ثابت مش سالب، فلو قال لي مين المماس ثابت يبقى ناخد اللي هي رقم كام دي، اللي هي رقم ب. خلاص عشان ده طالع ثابت، ده طالع دالة في نون، ده دالة في نون، دالة في س، يبقى الثابت هيبقى رقم ده، يبقى الإجابة الصحيحة مش دي. لو قال لي سالب كانت تبقى الإجابة الصحيحة دي، لما ده ثابت يبقى الإجابة الصحيحة رقم ب. نروح للمسألة رقم 26. بيقول إذا كانت د س زائد د شرطة س بتساوي الكلام ده كله حيث د كثيرة حدود. بص بقى احنا قلنا قبل كده لو أنا عندي دالة كثيرة حدود، مع الدالة دي كثيرة حدود، وكانت الدالة زائد مشتقتها من الدرجة الثالثة، يبقى الدالة اللي احنا عايزينها من الدرجة الثالثة برضه. أقول تاني لما يبقى عندي دالة كثيرة الحدود وكانت الدالة دي زائد مشتقتها من الدرجة الثالثة، يبقى الدالة هتبقى من الدرجة الثالثة، فتفرضها كده أ س تكعيب زائد ب س تربيع زائد ج س زائد د. لو انت عرفت الالف والب والجيم والدال خلاص كده انت جبت الداله، فانت بتدور على الالف والب والجيم والدال. بعد ما تفرض الداله ده بالمنظر ده تروح تشتقها، يبقى ده الشرطه هتساوي 3 الف س تربيع زائد 2 ب س زائد الجيم يساوي زائد، وتشتقاق الدال ده بصفر. بص هتعمل ايه بقى، هو اداك الداله زائد مشتقتها اللي هو الكلام ده اهو، فانت حضرتك هتقول لي الداله زائد مشتقتها، ركز معايا عشان نخلص. فلما تيجي تجمع هتجمع الألف س تكعيب دي لوحدها، وهتجمع الحد اللي فيه س تربيع ده مع الحد اللي فيه س تربيع ده، فهتلاقي يطلع ب زائد 3 ألف س تربيع، وهنجمع الحد اللي فيه س ده مع الحد اللي فيه س، هيطلع ج زائد 2 ب س، والحد المطلق هيساوي الحد المطلق. بص عشان تركز عشان الدنيا. وبعد كده هو قال لك ان الكلام ده بيساوي الليله دي كلها، فهنا في س تكعيب، السين تكعيب قدامها واحد، يبقى هنا لازم الالف دي تبقى بواحد، يبقى كده اول حاجه جبنا الالف، الالف طلعت بواحد، يبقى كده الالف يا بطل طلعت بواحد، واركن دي على جنب بقى. عندك هنا بقى معامل السين تربيع بخمسه، يبقى لازم معامل السين تربيع ده يطلع بخمسه، يبقى ب زائد 3 الف هتطلع بخمسه، هتعوض عن الالف بواحد، يبقى دي 3 في 1 ب3، وادي 3 باشاره مخالفه، الب هتطلع ب2. جميل. طيب بعد كده عندك معامل السين هنا بواحد برضه، ومعامل السين هنا ج زائد ب زائد 2 ب، يبقى ج زائد 2 ب هتطلع بواحد، ونعوض عن الجيم ب 2، 2 في 2 ب 4، وديها الناحية التانية يبقى الجيم هتطلع بسالب 3. بعد كده عندنا هنا الحد المطلق ب 2، يبقى ج زائد د هتساوي 2، هنعوض عن الجيم بسالب 3 ودي بإشارة مخالفة، يبقى الدال تطلع بخمسة. يبقى الدالة اللي عايزها هتساوي ايه؟ مكان الألف هتحط واحد يبقى س تكعيب، ومكان الب هتحط 2، 2 طلعناها دي يبقى 2 س تربيع، ومكان الجيم هتحط سالب 3 يبقى سالب 3 س، ومكان الدال تحط 5، يبقى د س هتساوي س تكعيب زائد 2 س تربيع ناقص 3 س زائد 5، يبقى الإجابة الصحيحة رقم د.
نروح بقى للمسألة اللي بعد كده رقم 27. بيقول لي إذا كانت د 2 س زائد 1 بيساوي الليلة دي كلها، وهي 1 ب2، وشرط عند الواحد ب4، يبقى ده الشرط عند السبعة بكام؟ هنشتق بقى الكلام ده وناخد المعدل ومشتقها. اشتق الطرف الأيمن يبقى ده الشرطة 2 س زائد 1، في اشتقاق اللي جوه ده 2 س يبقى هنا في 2، اشتقاق الواحد ده بصفر طبعا. نيجي للطرف الأيسر. الطرف الأيسر ده خلي بالك عبارة عن حاصل ضرب دالتين، وس في ه 2 س ناقص 5، فهتشتق السين دي بقى بواحد وتسيب لنا دي زي ما هي اهي، بص 2 س ناقص 5 زائد السين اللي اشتقناها نسيبها زي ما هي في، ودي نشتق دي هتشتقها ازاي؟ تقول لي اهي شرطة 2 س ناقص 5، في اشتقاق اللي جوه ده اشتقاق ال 2 س ب2 واشتقاق السالب 5 بصفر، يبقى هنا في كمان 2. تمام. هو عايز بقى ده الشرط عند السبعة، خلي بالك تعوض عن س بكام عشان ده يطلع ب7، دي الفكرة في الموضوع ده كله. هتعوض عن س بكام عشان ده يطلع ب7؟ هنعوض عن س ب3 صح؟ عشان يبقى 2 في 3 ب6 و1 7. ما عرفتش قول له خلاص هاخد الكلام ده كله اللي هو 2 س زائد 1 بيساوي 7. ليه؟ ما انا اقول لك تعوض عن س بكام عشان يطلع ده ب7، اشمعنى؟ ما هو عايز ده الشرطة 7 وده الشرطة 2 س زائد 1، يبقى عشان اجيب ده الشرط عند السبعة يبقى لازم 2 س زائد 1 دي تبقى ب7، فاخدها اسويها بال7 واحل هنا اطلع السين هتطلع ب3 بعد ما اودي الواحد باشاره مخالفه واقسم على الاثنين. يبقى احنا كده اتفقنا هنعوض عن السين بكام يا بطل؟ ب3، يبقى 2 في 3 ب6 و1 7. وهنا كمان هنعوض عن السين ب3، 2 في 3 ب6 ناقص 1 5 يبقى 1 زائد، وهتعوضنا عن السين دي بكام؟ ب3 ما تنساش، وهتعوض عن السين دي ب2، 2 في 2 ب3، 2 في 3 ب6 ناقص 1 يبقى 1 في 2. احنا عوضنا عن س ب3 يبقى نعوض عن كل س ب3 دي، يبقى 2 ده الشرط عند السبعة هيساوي ه واحد بكام؟ مش عارف اهو، لا اديها لك ه واحد اهي ب2 زائد 3، وهي شرط عند الواحد اديها لك ب4، يبقى هنا في 4 في 2. اضرب بقى 2 دي سايب 3 في 4 ب 12، 2 12 في 2 ب 24، مش كده ولا ايه؟ يبقى الكلام ده كله طالع ب 26، بس الإجابة هنا ما فيهاش 26. تعال نشوف احنا غلطنا فين، نراجع تاني مفيش مشكلة. يبقى دي ده الشرطة 2 ه في 2، طب ده اشتقاق ال د بواحد في ه 2 س. ماشي. بعد كده هنسيب دي ونشتق دي، ه شرطة 2 س ناقص 1 في 2، هنعوض عن س قلنا ب3، 2 في 3 ب6 1 7، عوض هنا 2 في 3 ب6 ناقص 1 يبقى 5، وهنعوض عن س دي ب3، وهنا 2 في 3 ب6، 6 ناقص 5 يبقى 1 في الاتنين دي. طيب ه واحد اداها لنا ب2، ه شرط عند الواحد ب4، هنا في 2 اهو، طب ما 3 في 4 ب 12 و2 4 و2 ب 24، 24 يبقى 26، 26. تعال نشوف احنا عملنا ايه غلط هنا بقى يا باشا. اه في 2 هنا، ده لا كده احنا ماشيين مظبوط، في 2 هنا، يبقى الاتنين ده الشرطة 7، يبقى نقسم هنا على الاتنين ونقسم هنا على الاتنين، يبقى ده الشرط عندي 7 هتساوي 13. كده احنا ماشيين مظبوط، بس نسينا نقسم على الاتنين اللي مضروبة في الدال شرطة دي، يبقى الإجابة ساعتها تبقى رقم د. نروح للمسألة رقم 28. اداك المشتقة الأولى بتساوي الكلام ده ور س ظ س، وعايزين اشتقاق التركيب. ده الكلام اللي كنت قلت لك عليه بقى، أنا كنت بشتق التركيب بالمنظر ده، بقول له ده التركيب ر، كنت بعملها كده، ده التركيب ر س كده أهو، قلنا دي نكتبها د ر س، وبالتالي اشتقاق تركيب نشتق ازاي بقى؟ نقول له د شرطة ر س في ر شرطة س كده اهو. طيب وبعدين هو عايز د شرطة ر س في ر شرطة س. طيب ماشي، ده الشرطة ر س يعني ايه؟ يعني هشيل كل س في المشتقة بتاع الدالة د واحط مكانها ر س. طب اروح اشتق الدالة د، هو اداني بالمشتقة يعني الراجل طلع طيب واداها له، يبقى انا هشيل السين دي واحط مكانها الر اللي هي الظا،
يبقى الكلام ده 1/1 زائد ظا تربيع س في ر شرطة س هشتق الظا، اشتقاق الظا بقى تربيع، مش كده ولا ايه؟ يبقى ق تربيع س، يبقى الكلام ده يساوي 1/1 بقى ظا تربيع يبقى بق تربيع، في الق تربيع دي يبقى الق تربيع تروح مع الق تربيع، يبقى الناتج هيطلع ب1 وشكرا. نروح للمسألة اللي بعد كده رقم 829. يقول إذا كانت س بتساوي الكلام ده عايزين نجيب اشتقاق الصاد بالنسبة للسين. هنشتق عادي جدا اشتقاق الصاد بالنسبة للسين، امشي من مع مسألة واحدة واحدة. اشتقاق السين بالنسبة للسين بواحد يساوي، ده حاصل ضرب دالتين، اشتقاق الظا بقا تربيع صاد، وهتسيب الدالة دي زي ما هي يبقى قتا صاد. ركز. تمام. بص اتلخبطت، ماشي اعملها لك واحدة واحدة ما تتلخبطش، احنا يا سيدي تحت امرك. هنشتق الظا يبقى قا تربيع صاد، في اشتقاق الصاد بالنسبة للسين ولا تزعل، وهسيب القتا زي ما هي قتا صاد. طيب نيجي نشتق القتا، اشتقاق القتا هتبقى ايه؟ سالب قتا صاد زتا صاد، اشتقاق الصاد بالنسبة للسين. تقول الاشتقاق الثانية في الأولى اللي هي ظا صاد. تمام كده؟ ممكن بقى ناخد اشتقاق الصاد بالنسبة لاشتقاق عامل مشترك عشان نظبط الدنيا اللي زيطة دي، يبقى هنا في واحد يساوي، هيبقى هنا عندنا قا تربيع صاد قتا صاد ناقص، وهنا يبقى عندنا قتا صاد زتا صاد في ظا صاد، اشتقاق الصاد بالنسبة للسين. هل ممكن نلم الليلة اللي زيطة دي منا شوية؟ ممكن نلمها شوية. انت عندك ظا في زتا، ظا في مقلوبة بواحد، يبقى دول خلاص يروحوا مع بعض. تمام كده. وممكن تاخد لنا كمان قتا دي عامل مشترك، قتا صاد عامل مشترك، يبقى بقى عندك هنا قا تربيع صاد ناقص واحد، اشتقاق الصاد بالنسبة للسين، يبقى الكلام ده يساوي قتا صاد. وتعالى نشوف القتا تربيع ناقص واحد دي، لو انت جيت كتبتها، فاكر انت واحد زائد ظا تربيع صاد هيساوي قا تربيع صاد. طيب لو جبت الواحد بإشارة مخالفة يبقى قا تربيع ناقص واحد يساوي ظا تربيع، فانت ممكن تشيل الليلة دي كلها وتحط مكانها ظا تربيع صاد، اشتقاق الصاد بالنسبة للسين، يبقى اشتقاق الصاد بالنسبة للسين، اشتقاق الصاد بالنسبة للسين هيساوي واحد على الكلام ده، ويبقى 1 قتا صاد را تربيع صاد مقلوب القتا، المفروض واحد على قتا دي، مقلوب القتا هيبقى ايه؟ مقلوب القتا المفروض يبقى جاي صاد، ومقلوب الظا يبقى زاتا، يبقى كده زاتا تربيع صاد، فالمفروض اشتقاق الصاد بالنسبة للسين يبقى جا صاد في ذاتها تربيع صاد، وللأسف مفيش الكلام ده في الاختيارات، يبقى في حاجة هنا مش مظبوط. نشوف المسألة التانية، معلش على الخطأ اللي حصل ده. هنشتق الكلام ده اهو بالنسبة هنشتق الكلام ده بالنسبة للسين، يبقى ده بواحد، وهنشتق الظا يبقى طا تربيع صاد، اشتقاق الصاد بالنسبة للسين قتا صاد. نيجي نشتق القتا بقى، اشتقاق قتا يبقى سالب قتا صاد زتا صاد، اشتقاق الصاد بالنسبة للسين في ظا صاد، يبقى واحد هتساوي، يلا ناخد اشتقاق الصاد بالنسبة للسين كده عامل مشترك، يبقى عندك هنا قا تربيع صاد قتا صاد، وهنا عندك الظا في الظا دي بواحد، يبقى هنا في قتا صاد.
ممكن كمان ناخد القطع عامل مشترك، يبقى اشتقاق الصاد بالنسبة للسين هيساوي ناخد قطع صاد عامل مشترك، يبقى ق تربيع صاد ناقص واحد. في واحد هنا وهتنساه، يبقى اشتقاق الصاد بالنسبة للسين هيساوي قطع صاد، ودي هتبقى ظا تربيع صاد. طيب يبقى اشتقاق الصاد بالنسبة للسين هيساوي، هنقسم واحد على دول، يبقى واحد على قطع اللي هو الجا صاد، واحد على ظا تربيع اللي هو ظا تربيع. لو جينا في دول بقى مش موجود الاختيار ده، طب تعالى نوصل ده لحاجة كده. يعني بص ايه رأيك لو خلينا دي جا صاد والظا نخليها جتا تربيع صاد على جا تربيع صاد، مش كده ولا ايه؟ مش الظا بتساوي جتا على جا، ونختصر الجا دي مع واحدة من دول، يبقى بقى عندك جتا تربيع على جا تربيع. طيب الجتا تربيع دي ممكن نخليها جتا في جتا، مش كده ولا ايه؟ على جا صاد، جتا على جا يبقى بظاطة، ظاطة صاد، ودي المفروض هتبقى عندنا جتا صاد، دي المفروض دي هتروح مع دي، يبقى دي جتا صاد، يبقى المفروض ظاطة في جتا، وللأسف الكلام ده برضك مش موجود. جتا ودي تبقى جتا تربيع على جا، دي راحت مع دي، جتا على جا بظاطة، ودي تبقى جتا اللي موجودة هنا. برضه في حاجة هنا مش جاية معانا في المثال دي، معرفش ايه هي بقى. طيب يا ترى لو فكينا ده واحد على جتا يدينا ده ولا لا؟ يعني لو خدنا دي يبقى واحد، نشوف المسألة رقم 30. بيقول إذا كانت س بتساوي ظا صاد حيث صاد زاوية حادة فعايزين اشتقاق الصاد بالنسبة للس. طيب هنشتق الكلام ده، اشتقاق السين دي بواحد، واشتقاق الظا هيبقى بقا تربيع صاد، اشتقاق الصاد بالنسبة للسين، ركز الله يرضى عليك. يبقى اشتقاق الصاد بالنسبة للسين، اشتقاق الصاد بالنسبة للسين هيساوي واحد على قا تربيع صاد، واحد على قا تربيع صاد اللي هو الجتا تربيع صاد. طب في الاختيارات ما ادكش جتا تربيع صاد. بص قال لك دي زاوية حادة، فانت هترسم مثلث قائم الزاوية كده عشان نخلص، والظا بتساوي المقابل على المجاور، وهتجيب ده من فيثاغورس هيطلع بكام؟ بس تربيع زائد واحد. يبقى الجتا صاد هتساوي المجاور اللي هو واحد على الوتر اللي هو جذر س تربيع زائد واحد، يبقى جتا تربيع يبقى واحد على س تربيع زائد واحد، يبقى الإجابة الصحيحة رقم ج. نروح للمسألة اللي بعد كده رقم 31. نقول إذا كانت س بتساوي الكلام ده اشتقاق الصاد بالنسبة لس عند س بتساوي 2. طيب ماشي، يلا نشتق الكلام ده، يبقى واحد اشتقاق السين بواحد، واشتقاق الظاء المفروض هيبقى بقا تربيع واحد زائد صاد، في اشتقاق ما بداخل القوس اللي هو اشتقاق الصاد بالنسبة للسين. طيب بص بقى، هو عايز عند الكلام يبقى اشتقاق الصاد بالنسبة للسين هتساوي واحد على قا تربيع واحد زائد صاد، واحد على قا مقلوب الجتا يبقى جتا تربيع واحد زائد صاد. بس احنا عايزين الكلام ده عند س بتساوي واحد، والمشتقة له طلع بدالة الصاد، فنرجع هنا بقى عند السين باتنين، سوري، عند السين بتساوي اتنين، ركز معايا في الكلام الحلو ده. فنحط نقول له كده عند س بتساوي اتنين، يبقى المفروض الظا واحد زائد صاد تساوي اتنين. اروح اعمل زاوية هنا برضو هيبقى كده اهو، واقول له والله الزاوية ده خليها واحد زائد صاد، يبقى المثلث ده قائم، الظا هتساوي المقابل على المجاور، وهيطلع ده بجذر خمسة. تمام. طيب انا عايز بقى جتا تربيع واحد زائد صاد، يبقى الكلام ده هيساوي، هنجيب الجتا المجاور على الوتر، يبقى واحد على جذر خمسة
كل تربيع، يبقى الكلام ده يطلع 1/5 يعني 2/10. حلوة جدا المسألة دي، هي سهلة بس عايز تركيز شوية. خلاص نشوف المسألة اللي بعد كده. رقم 32 بيقول لي إذا كانت ص تربيع يساوي 2 زائد 2 ص، فاشتقاق الص بالنسبة للسين عند س بتساوي 1 لها قيمة مش عارف إيه. تعالى نحل ونشوف الدنيا هتمشي إزاي. يلا نشتق الكلام ده بالنسبة للسين. خلي بالك يبقى 2 ص اشتقاق الصاد بالنسبة للسين يساوي اشتقاق الاتنين ده بصفر، ده حاصل ضرب ده الاتنين. خلي بالك اشتقاق السين ب1 والصاد زي ما هي، نسيب السين ونشتق الصاد بالنسبة للسين. ناخد ده نوديه الناحية التانية بإشارة مخالفة وناخد الاشتقاق عامل مشترك. يبقى عندك 2 ص ناقص س هتساوي ص. يبقى اشتقاق الصاد بالنسبة للسين هيساوي ص على 2 ص ناقص س. هو عايز بقى لما السين تبقى ب2 يبقى المشتقة الأولى هتطلع بكام؟ واضح إن المشتقة الأولى طالعة بدلالة الصاد والسين، فلما السين تبقى ب2 لما السين تبقى ب1 حضرتك بقى تجيب لنا الصاد من هنا تعوض عن السين ب1. يبقى دي 1 دي، يبقى عندك الصاد تربيع هيساوي 2 زائد صاد. يبقى الصاد تربيع سالب صاد سالب 2 هيساوي صفر. وهتحل الكلام ده بقى تحلله أو تحله بالآلة، يبقى صاد ناقص 2 وصاد زائد 1. يبقى الصاد هتطلع ب2 والصاد هتطلع بكام؟ بسالب 1. فهنعوض عن السين ب2، الصاد ب1 والصاد ب2. يلا نعوض هنا، يبقى هنعوض عن الصاد ب2 يبقى 2، وهنعوض عن السين ب1 يبقى 2 في 2 ب4 ناقص 1 يبقى 3. دي أول قيمة طالعة على المشتقة دي. بعد كده نعوض عن السين ب1 وعن الصاد بسالب 1، يبقى نعوض عن الصاد بسالب 1 وهنا يبقى -1 في 2 بسالب 2، وهنعوض عن السين ب1 يبقى الكلام ده يطلع بتلت. يبقى كده اشتقاق الصاد بالنسبة للسين طلع لي قيمتين، تلتين وتلت. يبقى دي لها قيمتين. نروح للمسألة اللي بعد كده رقم 33. بيقول لي معدل تغير حجم الكرة بالنسبة لمساحة سطحها عندما يكون طول نص قطرها يساوي كام؟ ايه الكلام يساوي 2؟ يساوي كام الكلام ده؟ هو عايز معدل تغير حجم الكرة بالنسبة لمساحة سطحها عندما يكون نص قطرها 2. هو حجم الكرة ده بيساوي ايه؟ حجم الكرة بيساوي 4/3 باي نق تكعيب، مش كده ولا ايه؟ يبقى إذا حجم الكرة ده دالة في مين؟ دالة في نق. طب مساحة سطح الكرة بتساوي ايه؟ فاكر؟ لو مش فاكر يبقى باي نق تربيع. 4 باي نق تربيع، سوري 4 باي نق تربيع. ده بالنسبة لمساحة سطح الكرة 4 باي نق تربيع. فأنت عندك الحجم دالة في نق والمساحة دالة في نق، يبقى ده اشتقاقي بارامتر تمام. يبقى معدل تغير الحجم بالنسبة للمساحة يعني اشتقاق الحجم بالنسبة للمساحة هيساوي اشتقاق الحجم بالنسبة لنق. يلا اشتق الكلام ده يبقى 4 باي نق تربيع على اشتقاق المساحة بالنسبة للنق يبقى 8 باي نق. يبقى الباي دي تروح مع الباي دي مع دي فيها الاتنين، يبقى نق تربيع ونق تربيع تروح مع نق دي يبقى نص نق الموضوع كله بقى. عندما نق بتساوي 2 يبقى الكلام ده يطلع نص في 2 ب1، يبقى الإجابة الصحيحة رقم ب. المثال اللي بعد كده عشان الوقت كده طال منا جدا. يقول لك إذا كانت ص بتساوي الكلام ده فمعدل تغيير 1 على ص بالنسبة لس تربيع. برضه هنا عايزين نشتق مقدار بالنسبة لمقدار آخر، يبقى ده اشتقاق بارامتر. لو اداك الص بتساوي الكلام ده يبقى 1 على ص هتساوي إيه؟ مقلوب الكلام ده يبقى س زائد 1 بكل تربيع. خلاص؟ وعايزين نشتق الكلام ده بالنسبة لس تربيع، فهساوي الس تربيع دي بالعين مثلا، وساوي الواحد على ص بأي حاجة وليكن مين. يبقى احنا عايزين نجيب اشتقاق الميم بالنسبة للعين دلوقتي. خلاص؟ فهنشتق الكلام ده بالنسبة للسين يبقى 2 في س زائد 1 واشتقاق اللي جوه بالقوس ب1 على اشتقاق الكلام ده بالنسبة للسين يبقى 2 س وتقوم دي رايحة مع دي وتعوض عن س ب1 هيطلع الكلام ده ب2، يبقى الإجابة الصحيحة رقم ج. نروح للمسألة اللي بعد كده 35.
بيقول إذا كان جا س في جتا ص يساوي نص وس وصاد قياس زاويتين حدتين، عايزين نجيب اشتقاق الصاد بالنسبة للسين. يلا هنشتق الكلام ده بالنسبة للسين. ده حاصل ضرب دالتين، مش كده ولا إيه؟ ده حاصل ضرب دالتين. يبقى هنشتق بالنسبة اشتقاق دي تبقى جتا س في جتا صاد، ونسيب اللي اشتقناها ونشتق دي، يبقى سالب جا صاد اشتقاق الصاد بالنسبة للسين. اشتقاق النص ده بصفر. احنا ممكن نعوض على الوضع ده ان س بتساوي باي على 4، بس خلي بالك بقى لما س تبقى باي على 4 تعوض هنا عشان تجيب لنا الصاد. احنا عايزين نعوض عن الصاد والسين هنا. طيب لما س تبقى باي على 4 نعوض هنا، يبقى دي تبقى ايه؟ باي يبقى 1 على جذر 2. يبقى باي 5 جايه 45 بواحد على جذر 2. يبقى المفروض الجتا صاد هتبقى 1 على جذر 2. يبقى دي جذر، يبقى دي برضه هتطلع بواحد على جذر 2. يبقى الصاد كمان هتبقى ب45. يبقى هنا دي 45 1 على جذر 2 في 1 على جذر 2، دول هتبقى بنص. هنا موجب في سالب بسالب، ودول في نص. في اشتقاق الصاد بالنسبة للسين هيساوي صفر. يبقى الكلام ده كله اشتقاق الصاد بالنسبة للسين هتطلع كلها بواحد في الأخير بعد ما تودي النص بإشارة مخالفة وتقسم على النص. المسألة اللي بعد كده 36 بيقول لك إذا كان الشكلان المقابلان يوضح أن العلاقتين صاد ضل في نون، أهي صاد ضل في نون اللي هو ده صاد ضل في نون، وسين ضل في نون برضه. فاشتقاق الصاد بالنسبة للسين يمكن أن يساوي نقطة. طيب احنا عايزين نجيب اشتقاق الصاد بالنسبة للسين. طب انت عندك يا عم الحاج السين دي الصاد دالة في نون، يبقى كده اشتقاق الصاد بالنسبة للسين، والسين دالة في نون برضه. يبقى اشتقاق الصاد بالنسبة للسين يساوي اشتقاق الصاد بالنسبة للنون على اشتقاق السين بالنسبة للنون. طيب واضح ان اشتقاق الصاد بالنسبة للنون هيمثل لنا ميل الخط ده. واضح ان الخط ده مايل كده، يعني هنعمل هنا زاوية حادة، فالميل بتاعه يبقى موجب. يعني اشتقاق الصاد بالنسبة للنون هيبقى موجب على، واشتقاق السين بالنسبة للنون هيبقى سالب لأن الزاوية دي منفرجة. يبقى كده سالب، يبقى موجب على سالب هيبقى بسالب. يبقى إذا اشتقاق الصاد بالنسبة للسين يمكن أن يساوي عدد سالب. ده لازم يساوي عدد سالب، مش يمكن. خلاص نروح للمسألة اللي بعد كده رقم 37. دي فيها حتة من سنة أولى ثانوي وأفكرك بيها. لما يبقى عندك في مماس وفي قاطع للدايرة كده، يبقى المماس تربيع يعني س تربيع هتساوي بص حاصل ضرب الجزء ده في الجزء ده كله، يبقى تساوي صاد في صاد زائد صاد في صاد زائد س زائد 2. خلاص يبقى يعني الس تربيع هتساوي صاد تربيع زائد س صاد زائد 2 صاد. وتشتق بقى يا بطل وتعوض وتخلص المسألة بتاعتك. خلاص هتشتق الكلام ده يبقى 2 س 2 صاد في اشتقاق الصاد بالنسبة للسين. ده حاصل ضرب دالتين في اشتقاق السين بواحد في الصاد. سيب السين وتشتق الصاد يبقى اشتقاق الصاد بالنسبة للسين. اشتقاق الاتنين صاد يبقى اشتقاق الصاد بالنسبة للسين في 2. تمام؟ طيب هو عايز اشتقاق الصاد بالنسبة للسين لما السين بتبقى بأربعة. طيب لو السين دي بأربعة يبقى عندك دي أربعة، وعندك دي تبقى أربعة واتنين يبقى ستة، مش كده ولا إيه؟ يبقى نقول له كده عندنا 4 تربيع اللي هي 16 هتساوي صاد في صاد زائد 6. وتحل تطلع الكلام ده اهو. هيبقى عندك صاد تربيع زائد 6 صاد سالب 16 يساوي 0. ونحلل الكلام ده وتحل باستخدام الآلة الحاسبة. أنا هحاول بحله بسرعة عشان نخلص الوقت خلص. يبقى 2 في 8 ب 16، وده موجب وده سالب. طبعا الصاد تطلع بسالب مش ينفع لأن دي أطوال، يبقى الصاد تبقى ب2. يبقى كده عندنا هنعوض عن السين ب4 وعن الصاد ب2. عوض بقى معايا عن السين ب4 يبقى 2 في 4 ب8، وعوض عن الصاد ب2 يبقى 2 في 2 ب4، يبقى 4 اشتقاق الصاد بالنسبة للسين. وعوض هنا عن السين ب4 يبقى 4 تاني اهم، و4 يبقى 8 و2 يبقى 10. 10 اشتقاق الصاد بالنسبة للسين.
وعندك هنا في صاد اهي اللي هي المفروض تبقى بكام؟ باتنين زائد اتنين. ودي ده بإشارة مخالفة وارسم على 10 يبقى يطلع 6/10 وخلصنا. المسألة اللي بعد كده برضه فيها تراكمات من سنة أولى ثانوي. لما يبقى عندك منصف لزاوية كده لو أنت فاكر، يبقى النسبة بين طولي ضلعي المثلث هيساوي النسبة بين الجزئين دول، يعني قا، والكلام ده اتقال في الشرح. عشان الوقت عايزين نفضل. لما يبقى عندك منصف لزاوية رأس مثلث، يبقى المنصف ده بيقسم الضلع الثالث إلى جزئين، النسبة بينهم يعني ده على ده تساوي النسبة بين طولي الضلعين الآخرين للمثلث. يبقى قا س على نص ص هيساوي 4/قتا س. لو عملت مقص كده ب4 في نص ص ب2 ص هيساوي قا س قتا س. ممكن تشتق الكلام ده كله زي ما هو كده، وممكن تحوله لحاجة تاني. عاملين نقول هنا 2 ص، وده هيبقى واحد، دي تبقى 1/جتا، والسين دي تبقى ب1/ج، ولما اضربهم في بعض كده يبقى 1/2 ج س جتا ص. احنا قسمنا على الاتنين هنا بالمرة كمان، يبقى الصاد هتطلع 1/2 ج جتا. ده قانون س دي، ده قانون ج2 س. يعني الكلام ده هيساوي مقلوب الجا يبقى مين؟ قتا 2 س. يبقى اشتقاق الصاد بالنسبة للسين هيساوي اشتقاق القتا بسالب سالب مين؟ سالب قتا 2 س زائد 2 س، واشتقاق الزاوية ب2. دور بقى الحل ده كله تقريبا هيبقى رقم د. بعد كده رقم راس كده تقريبا داخلين على 23. نشوف الكلام ده بسرعة عشان نخلص. هنشتق ده بالنسبة للسين يبقى ده شرط س، اشتقاق السين دي بواحد، ونشتق ده يبقى ليه شرط س تربيع في 2 س. هنعوض عن س ب2 يبقى ده شرط 2، وهنا ليه شرط 4 عشان 62 ب4، وهنا هتعوض عن س ب2 في 2 ب4. يبقى احنا عايزين ده على ده، يبقى مشتقة الدال عند الاتنين على مشتقة الري عند الأربعة هتساوي 4/1 تبقى ب4. المسألة اللي بعد كده بيقول لي إذا كانت ر هي الدالة العكسية للدالة د، حيث كل من د ور دوال قابلة للاشتقاق. احنا قلنا في الدالة العكسية في الفيديو بتاع الشرح، لو انت فاكر، ولو مش فاكر ارجع له بقى عشان ما عندناش وقت نشرح الكلام ده تاني. لكن باختصار لما يبقى ر دالة عكسية للدالة د، يبقى أقول له د تركيب ر هيساوي د تركيب ر هيساوي س. ولو د أ ب يبقى ر ب، لو د أ ب زي ما عطينا في المسألة يبقى ر ب هتبقى بأ. خليك فاكر الكلام ده. طيب تعالى نشتق الكلام ده عشان نجيب ر شرطة ب. خلاص، فنقول له اشتقاق الدال اهو ر يساوي س. لما نشتق الكلام يبقى د شرطة ر في ر شرطة هيساوي 1. أنا بشتق بالنسبة للسين دلوقتي. خلاص. طيب هو عايز ر شرطة ب، فنضطر نعوض عن كل س ب. في س هنا على فكرة، دي د شرطة ر ب في ر شرطة ب. الكلام ده كله هيساوي 1. طب ر ب هتجيبها منين؟ من هنا اهو، ر ب هتبقى بألف. يبقى كده الر ب دي هتحط ألف، يبقى ده شرطة ألف في ر شرطة ب هيساوي 1. وهو ادالك الدال شرطة أ ب2، فتحط لنا حضرتك 2 في ر شرطة ب هيبقى ب1. يبقى الر شرطة عند الب هيبقى بنص. يبقى الإجابة الصحيحة رقم أ. معلش أنا بحاول بسرعة عشان الوقت طول جدا في الفيديو ده. نروح لرقم معرفش كام دي. يقول إذا كان ص دالة بظا س وقا عين دالة في قا س، وادالك كان في معدل تغير الصاد بالنسبة للعين عند س بتساوي باي على 4. طبعا ده اشتقاق بارامتري بقى، انت هتجيب اشتقاق الصاد بالنسبة للسين. هتشتق الصاد بالنسبة للسين يبقى ده شرطة ظا س، اشتقاق الظا نفسها اشتقاق الظا بقا تربيع. تمام. وبعد كده هتروح تشتق
العين بالنسبة للسين برضه، يبقى ر شرطة قاف سين، في اشتقاق القا يبقى قا سين ظا سين. هعمل حاجة، يبقى معدل تغير الصاد بالنسبة للعين واشتقاق الصاد بالنسبة للعين هيساوي اشتقاق الصاد بالنسبة للسين، يعني د شرطة ظا سين قا تربيع سين على ر شرطة قا سين في قا سين ظا سين. طيب طبعا انا بقى عايز اعوض عن السين ببايع على الاربعة بقى، يلا نعوض عن السين ببايع على الاربعة. ظا بايع على الاربعة بواحد، يبقى دي د شرطة واحد، وطيب بقى طيب قا 45. خلاص انا ابتديت افصل. قا 45 بجذر 2 تربيع، يبقى الكلام ده باتنين على ظا قا س المفروض هيبقى بجذر 2، يبقى ليه شرطة جذر 2 في قا س بجذر 2 وظا 5 قا 45 بجذر 2 وظا 45 بواحد. خلاص. طيب هو اداني شرط عند الواحد باتنين، يبقى احط مكان ده 2، 2 في 2 ب4، والري شرط عند الجذر 2 ب4، وهنا يبقى فيه جذر 2. الأربعة دي تروح مع الأربعة دي يبقى بواحد على جذر 2، يبقى الإجابة الصحيحة رقم ألف. السؤال بقى رقم 4، المنظر الوحش ده الفكرة فيه إن أنت هتربع الطرفين، فيبقى عندك هنا دي س تربيع والجذر ده هيتشال بقى، يبقى عندك ظا صاد زائد جذر ظا صاد زائد جذر ظا صاد، وأنت ماشي في السكة دول برضه هتحط مكانهم س، يعني ده هيساوي س، يبقى س تربيع هيساوي ظا صاد زائد س، واشتق بقى يبقى عندك 2 س، وهتشتق الظا، اشتقاق الظا يبقى ايه؟ قا تربيع صاد في اشتقاق الصاد بالنسبة للسين، اشتقاق ده بواحد. بعد كده اودي الواحد ده بإشارة مخالفة، هتودي الواحد ده بإشارة مخالفة، يبقى عندك 2 س ناقص واحد هيساوي قا تربيع صاد في اشتقاق الصاد بالنسبة للسين، يبقى اشتقاق الصاد بالنسبة للسين هيساوي 2 س ناقص واحد على قا تربيع، يعني في جتا تربيع صاد، يبقى الإجابة الصح تبقى رقم ألف. نروح للسؤال اللي بعد كده رقم 5. بص بقى في الجمال ده، مشتق الدال تركيب الدال شرطة عند الواحد يساوي كام؟ بص فأنت هتعمل إيه؟ أنت عندك الدالة دالة، هات لي المشتقة بتاعتها تبقى 2 س، وتعالى نركب الدال مع الدال شرط، دي المفروض هتبقى دال دالة في دال شرط، يعني نشيل كل س في الدالة دال ونحط مكانها س شرط، يعني نشيل السين دي واكتب 2 س لكل أس 2، يبقى الكلام ده يبقى 4 س تربيع. بس اشتق الكلام ده، يبقى مشتق تركيب الدال والدال شرطة بتاعتها هيبقى 8 س، هتعوض عن س بواحد هيطلع الناتج ب8. كلام حلو بس عايز حد يبقى فاهم المفاهيم كويس جدا في التفاضل. رقم 6 بيقول لك إذا كانت صاد بتساوي الكلام ده فإن اشتقاق الصاد بالنسبة لس تربيع. طب ما الصاد ده عبارة عن مقدار صح؟ والسين تربيع مقدار، فأنا عايز أشتق المقدار بالنسبة للمقدار، فأعمل اشتقاق بارامتر. هو ده اللي ده يساوي صاد س تربيع زائد 5 س زائد 3، واخد السين تربيع اساويها بالعين، كان عايز اشتقاق الصاد بالنسبة للعين، مش كده ولا ايه؟ يبقى اشتقاق الصاد بالنسبة للعين يساوي اشتقاق الصاد بالنسبة للسين، انا اشتقيت وعوضت هنا عشان اخلص اهو، واشتقاق العين بالنسبة للسين يبقى ب2 س. عوض بقى عن س بواحد، يبقى دول يطلعوا 7 على 2 ولا ايه؟ يبقى 7 على 2 اه مظبوط. خلاص نروح بعد كده للمسألة، معرفش أتمنى تكون الأخيرة دي. يقول لك إذا كانت س بتساوي ق ص حيث ص تنتمي لفترة باي على الاتنين وباي، الكلام ده هتستفيد منه إيه عشان تحدد إشارات الدالة المثلثية. يعني كده خليك كده فاكر إن الصاد كده على المعطيات اللي عندي تبقى في الربع التاني، يبقى أعمل مثلث كده وأحط زاوية صاد هنا كده، وتخلي بالي إزاي. قالت القا صاد بواحد على بس، القا اللي هي مقلوب الجاتا مش كده، يعني الجاتا صاد واحد على س، يبقى ده المجاور وده الوتر، وده من نظرية فيثاغورس يبقى بواحد ناقص س تربيع، مش كده ولا ايه؟ وده يبقى بالسالب عشان على محور السينات السالب،
خلي بالك في س تربيع اللي مش باينة. طيب تعال عايزين نجيب اشتقاق السين بالنسبة للصاد، وانت ممكن تشتق بالنسبة للصاد هنا على فكرة عشان تجيب اشتقاق السين بالنسبة للصاد، فاشتق السين بالنسبة للصاد يبقى اشتقاق السين بالنسبة للصاد هيساوي، اشتق بالنسبة للصاد خلي بالك اشتقاق القا يبقى قا صاد ظا صاد، اشتقاق الصاد بالنسبة للصاد بواحد. طيب جميل، يلا بقى نجيب القا صاد من هنا من المثلث ده، القا اللي هي مقلوب مين؟ القا اللي هي مقلوب الجتا، يبقى الوتر على المجاور يبقى سالب س، والظا هتبقى المقابل على المجاور يبقى فيه جذر واحد ناقص س تربيع على سالب واحد. السالب ده يروح مع السالب ده يبقى تطلع ليلة كلها س في جذر واحد ناقص س تربيع، يبقى الإجابة الصحيحة هتبقى فين في الليلة دي كلها؟ أنا كتبت غلط، ده على فكرة س تربيع ناقص واحد، ما تتصورش عشان وتر تربيع ناقص ده تربيع، يبقى دي هنكتبها كده س تربيع ناقص واحد، ودي س تربيع ناقص واحد، يبقى الناتج اللي يطلع عندي كده يبقى رقم د. نروح بقى للمسألة رقم 8 ولا مش عارف رقم كام، 8. بص بيقول لك ايه في الزيطة دي كلها بقى، الصاد هتساوي د د د د عند وده الواحد مش مهم، هات صاد شرطة، موضوع بسيط جدا على فكرة، ما تتفضل. بص هتكتب، بص ركز في كام دال هنا، واحد اتنين تلاتة، فهتقول ده الشرطة ده اشتقاق الدالة الأولى دي، وتكتب دول زي ما هم، عدي معايا كده د تاني ها، وادي س، واقفل ده في، تروح تشتق دي، يبقى ده الشرطة د س، في آخر واحدة اللي من جوه دي بقى ده الشرطة س. بس هو عايز الكلام ده، عايز الصاد شرطة عندما س بتساوي واحد. يلا نعوض واحدة واحدة، خد د شرط، وادي د، وادي د، ونشيل السين دي ونحط مكانها واحد. ركز، موضوع سهل ولا يهمك أي حاجة، هنشيل دي ونحط مكانها واحد برضه، وهنا د شرطة واحد. تعالى نحسب بقى، نحسب مين؟ انت عشان تحسب ده الشرطة اللي هي كلها تبدأ تحسبها من جوه لبره، تعالى نغير اللون عشان تركز معايا، هنبدأ نحسب ده الواحد اهو، يبقى ده شرط، وفي ده هنا هكتبه، ده الواحد وعطها لك بواحد فتحط لي هنا واحد هنا، وسيبها للمرة الجاية، وهنا في ده الشرط، وهنا ده الواحد، ده الواحد عطها لك بواحد، في ده شرطة واحد. طيب ده هنيجي نحسب دي مرة تاني اهو، ده الواحد اللي جوه دي، ده الواحد بواحد، فتشيل ده وتحطه مكان واحد يبقى ده الشرطة واحد، في ده الشرطة واحد اللي هي التانية دي، في ده الشرطة واحد اللي هي التالتة دي. طب وده الشرطة واحد عطاها لك بكام؟ بتلاتة، يبقى نقول له تلاتة في تلاتة في تلاتة يبقى ب27. معرفش في مسائل تاني ولا لأ؟ الحمد لله خلصت. بهذا نكون قد أنهينا حل تمارين معرفش رقم 2 في كتاب المعاصر على الاشتقاق الضمني والاشتقاق البارامتري. أتمنى تكون الناس استفادت من الفيديو الطويل جدا ده، ونشوفكم على خير في الفيديو القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.